كنتش متخيل خالص ان يبقى تاني حاجه في الرجاله الانف. لا ازاي؟ المنطقه العربيه مم. عندنا احنا بنعتز جدا بالانف. انتوا ليكوا في الادب؟ طب ايه في الادب في الشعر في يعني. الشعر انا دكتور وائل يحيى يوسف، استشاري جراحه التجميل، ماجستير ودكتوراه جراحه التجميل طب عين شمس، فاوندر لعيادات انسايد اوت بيوتي كلينيك. رجعنا لكم وحلقه جديده مع البودكاسترز، وحلقتنا النهارده عن الجمال يا جماعه. الجمال، ويعني ما احلى الجمال. بصوا كده على كريم، انا عشان كده جيت النهارده. شفتوا كريم جميل ازاي؟ خش علينا يا جماعه لو بتحبوا الجمال انا بقيت خايف اطلع لو بتحبوا الجمال يا جماعه وعايزين تعرفوا اكتر، شيروا لايك وسبسكرايب بالحلقه دي بقى. كل ده عشان توصل بس للشير حسيت ولايك كفايه عليكم وسبسكرايب. كده. معانا النهارده الدكتور وائل يحيى، استشاري جراحه التجميل، استشاري جراحه التجميل، صح تمام، كده؟ ايه تمام رايك جدا. في الدخله دي؟ دخله عجبتني، مختلفه. مختلفه جدا. وانا عايز اقول لك ان احنا عملنا حلقتين قبل كده تجميل، واوعدكم يا جماعه ان احنا على قد ما نقدر هيبقى الموضوع مختلف، لانه في اختراع يا كوتش، وده اللي هنبتدي بيه حلقتنا النهارده. سمعنا ان في اختراع في عالم التجميل جديد، تمام. وسمعنا كمان ان محدش دلوقتي في عالم التجميل بيستعمله غيرك. سمعت من مين؟ ده اللي اهم. سمعت من الايجنسي بتاعتك. الدنيا سهله جدا. شفت ازاي؟ الصراحه سألتهم قبل مع ما اول أخش. قلم اعترفت والله بعد كده. سألتهم قبل ما اخش. طب على فكره كنت بضحك عليهم، انا اصلا اخر واحد استعمل. ايه الحوار؟ ايه التكنولوجي الجديده اللي شكلها هتكسر السوق المصري قريب؟ هي مش تكنولوجي جديده، او يعني هي الايديا مش جديده، ولكن التكنولوجي هي الجديده. الخلايا الجذعيه او الستيم سيلز سمعنا عنها لحد ما تعبت معانا. اوكي. مم. اساس الستيم سيلز احنا بناخد خليه من الجسم وبنضعفها، كأنك بتعمل كوبي كذا تايم من نفس الجسم الشخص اللي نفس انت جسم هتحقنه الشخص. بيها بعد كده. حاليا من نفس الجسم. بعد شويه هيبقى ما فيهاش انتج، ما فيهاش اللي هي ما فيهاش اللي هي الانتيجين اللي موجود على عشان ما يحصلش ريجكشن، يعني زي زرع اعضاء او كده. بتسمع ان انت لازم ياخد حاجات مثبطات مناعه. مم. بلاش كلام في العلم تقيل يعني. المهم بلاش كلام انجليزي كتير، يعني حاول دي سهل. مصطلحات تقلبها عربي شرح، لا ده هتبقى اصعب بكتير. عشان احنا نفهم مش معاك. هتبقى اصعب بكتير. حاول اي حد بيعمل زرع اعضاء بياخد ادويه تقلل المناعه بتاعت الجسم. حلو. متفقين؟ عشان اكن العضو ما يبقاش عشان جديد، ما فيبقى يتعرفش عليه الجسم بيهاجمه. بالظبط جدا. ماشي. تمام. عشان يتقبله. الخلايا الجذعيه انا باخد من جسم البني ادم ماشي. وبنشتغل عليها بتقنيه معينه. التكنولوجي نفسها الايديا موجوده من فتره. دي بدأناها في سنة 2007 2008. كنت بساعد واحد من زمايلي في رسالة الدكتوراه بتاعته. اشتغلنا عليها، كنا بنطلع غضاريف، والايديا تقريبا ماتت في مصر خالص يعني. يعني كنا بنطلع غضاريف؟ يعني كنا بناخد جزء، يعني شوية عينة دم من أرانب. كنا بنشتغل على أرانب ساعتها، وبنطلع بيها عظم أو غضروف. بنحط عليها مواد معينة تطلع. أوكي. اعتبرها طبخة. ايه ده؟ لا هو مش اوكي، بس انا مش فاهم برضه. يعني انتوا بتجيبوا الارنب بتعملوا فيه ايه؟ بناخد منه عينة دم. ماشي. حلو. وبنكرييت ديفكت هيحتاج ان احنا بنخلي عنده حاجه في الجمجمه، محتاج عظم. بنخلي حاجه ماشي. عنده. بقول لك كلام علمي تقيل. لا مش تقيل. تمام. ما لا تمام على فكره. حلو. احنا بالعكس عايزين نفهم. على فكره ده موضوع انت يعني في عندنا اجزاء من الجسم مش موجوده. اعتبره مثلا ممكن تبقى حته جلد، حرق مثلا. ماشي. او جرح. ماشي. او ودن مثلا فيها اصابه او حرق فيها، فمبقاش فيها غضاريف، فمحتاجين غضروف. حلو. متفقين لحد دلوقتي؟ الدنيا سيمبل. تمام. متفقين. شويه هنتكلم على الاعضاء اللي بجد، يعني نطلع من الستيم سيلز دي كليه. ماشي. خلاص. زي الفيلم بتاع سبايدر مان لما كانوا بيعملوا باين يطلع له ديل. لا بس خلينا نتكلم في يعني شويه. ماشي. اوكي ماشي. ما انت بتقول ارنب ما عندوش غضروف في الودان. لا ما كانش ساعتها عنده حاجه في الجمجمه، كان عنده حته عظم. مفيش حته عظم في الجمجمه بتاعته. ماشي. فاحنا بنعوضها له. فبدل ما ناخد عظم فبناخد اكيد حته ان احنا ناخد عين الدم. اسهل بكتير من ان انت تاخد منه ضلع او تاخد حته عظمه. اوكي ماشي. دايما في حاجه اسمها دونر سايت موربيتي، اللي هو المكان اللي هناخد منه ماشي ما يحصلش منه دامج، ما يحصلش منه تاثر جامد. متفقين؟ احنا ليه بنتبرع؟ ما بنيجي نتبرع بكليه واحده عشان عندنا كليه ثانيه. حلو جدا. انا بقى هاخد عينه دم او شويه دهون. حلو. واطلع منها العضو اللي انا عايزه، اطلع منها جلد او اطلع منها غضروف. اكيد ده حاجه تحترم جدا. بس انت الدم ده بتطلع منه عظم. يعني خلينا نتكلم في الفكره. احنا هنتفق دلوقتي دم او دهون. اكتر حاجتين في الجسم عندنا ايه؟ دم او دهون. ماشي. احنا بناخد شويه دهون. ماشي. متفقين.
وبنشتغل عليها كده بجهاز معين موجود عندنا، بقى موجود في مصر دلوقتي، بنشتغل بيه، بنطلع جلد في خلال مثلا من 6 ل 8 اسابيع. تخيلوا كده معايا عيان، بعد الشر علينا وعلى الجميع، عيان في حرق في جسمه فمحتاجين نعمل له رقعه. ماشي. مم. حلو. مشكلتنا في الرقعه ان احنا بناخد من مكان من وننقله في حته مكان. تانية. صح. احنا مش هنعمل ده خالص. احنا هناخد حوالي 20 سم دهون ولا حاجه، مم. وبنشتغل عليها ويطلع ده جلد في خلال من 6 ل 8 اسابيع. حلو. يا ايه سلام. ده حوار. ده حوار. بيريكرييت يعني انت بتوجه الخلايا الجذعيه اللي موجوده في الدهون انها تطلع لك يعني جلد. زي فكره انه لما حد بيتكسر وبعد كده بيلحم لوحده، بالظبط. هي الفكره، بس مثلا جلد محروق فيعتبر ناقص، فالدهون دي بتتحول الى الجلد الناقص، او بتتحول بتساعد لجلد. ان الجلد بتساعد، جزء منها بيتحول لجلد. اوكي. يعني هي بتساعد على الالتئام، دي نقطه، لان هي خلايا جذعيه فبتساعد كتير على الالتئام. مم. بتبعت المصنع الرئيسي للمذر بورد، طلع كل الخلايا اللي انت عايز تطلعها. انت ماشي. بتوجهه بقى طلع لي جلد. بعد شويه هيلاقي نفسه ده ويطلع غضاريف. بعد شويه احنا لازم تحترم قطر العلم بس معلش ممكن ايه ده؟ انا عارف ان انا هدخلك في حته، عالمي خالص. بس ازاي يعني؟ اشرح لي اكتر التكنولوجي ازاي بقى بتديله الاوردر ان هو اعمل جلد دي بقى. بتحط عليها، هي في كل حاجه ليها زي ماده ميكس ام، بقى. ماده ام ليه. ماشي. بتودي ده الفصل ده هيتعلم النهارده حصه ماث، الفصل ده ماشي. هيتعلم النهارده بيولوجي، تمام. الفصل ده هيتعلم النهارده كيمستري. تمام. متفقين؟ الماده اللي بتحطها هي دي الاساس. ايه بقى الماده؟ ماده يعني مصطلح علمي 3 اوكسي هيدروكسيد، فاهم يعني؟ يعني احب اسمع ماده يعني. ماده مش معنى كده ان انا هروح ماده اعملها يعني، عادي بقى بسمع. لا عادي يعني يلا سهله، اصل الجهاز مش حكر علينا. هو لا انا الموضوع فاهم، انا بجد على فكره الموضوع عاجبني، فانا بحاول افهم فعلا. لما تيجي تتبل كده، والله العظيم مش بهزر يا جماعه. لا لما تيجي تتبل بتحط بهارات مختلفه عن بهارات، فده بيطلع طعم حاجه، ده طعم حاجه، فهو بيحط. ايوه بالمناسبه انا انا بطبخ حلو مجمع يا جدا جماعه على يعني. انتوا فكره مين يعني. بيطبخ حلو؟ مين بيطبخ فيكم حلو؟ احنا الاثنين كنا يعني. انا شفت ليكوا طب حاجات، شفت حاجات، بس هو لا، الطبخ كيف والجراحه كيف. بس فانت النهارده لما بتيجي تحط الماده المعينه اللي هي المفروض ان هي كانها هي الماده الاساسيه في الجلد مثلا، تمام. فلما بتحطها على بتديله الاوردر عن طريق الماده دي بيطلع جلد. بيطلع لي زي جل كده، بنحطه على الجرح او الحته اللي ما فيهاش جلد، من 6 ل 8 اسابيع تطلع جلد. دي حاجه اكستيريور. ماشي. لا يعني بتحطها على ما انا فاهم، بس يعني هي بتطلع لك بتحضرها. جل انا براني. انا كنت فاكر فاكر الجهاز بيشتغل على الجسم، يعني أيوة. بيروح على الحته. اخويا يا ابني. لا 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 لا، هي بالظبط البروسيس كده بالظبط كده. احنا بناخد شويه دهون ماشي. وندخلها في جهاز ماشي. زي مايكرويف كده، تمام. بنحط عليه بعد شويه مواد يديني جل. الجل ده بنحطه على المكان اللي احنا عايزين نطلع فيه الجلد. ماشي. حلو، يطلع لي جلد. دي الايديا الاولانيه طب يعني. معلش عندي سؤال، على مهل. اصل الحوار ده لذيذ على جدا، فكره بجد على القصه على يعني مهلك. موضوع كبير بجد لذيذ. انا ايوه انا بجد. مهتم بيه، وانا مش بهزر. والله. ماشي. ايه اللي بيتحول؟ ايه الجلد بيجي من تحول الجل، ولا الجل بيساعد الجلد ان هو يرجع يطلع تاني؟ لا 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 لا، ده الخلايا، يرجع للقصه الاصليه، الخلايا الجذعيه الجذعيه اللي احنا اللي هو الجلد هناها هنا. الحقيقي يكبر. انت بتودي الخلايا. يعني ايه الخلايا الجذعيه؟ دي الماده البروبر، دي اللي صاحبه الشغلانه. متفقين؟ انت بتقول لها بقى انت طلعي لي جلد، بتانديوس فيها انها تطلع لك جلد، تديني الماده الاوليه للجلد، يبتدي هو يشتغل على ده. فالجل بيساعد انه الجلد الجل هو يلحم الماده مثلا. دي اعتبرها زي جل. الماده المنتج بتاع الجهاز بيطلع حاجه زي جل، بتحطه على المكان اللي انت عايز تغطيه، ما فيهوش جلد، المنطقه دي ما فيهاش جلد. اوكي، باختلاف السايز بقى. فبقت الدنيا النهارده هتتطور تطور فظيع جدا، ان انت بدل ما كل شويه عمالين ناخد في رقعه في رقعه في رقعه، او زي زمان في عينين الحروق، بعد الشر برضه علينا وعلى الجميع، كنت تحط عليهم الامنيون اللي هو بتاع المشيمه، او تجيب جلد صناعي، او بدائل الجلد اللي كانت موجوده كانت غاليه جدا، كنا بنبعت نجيبها بالسنتي، كنا بنتحاسب بالسنتي بكذا الف دولار. فدي البوينت ديت هديت بقى عندنا في مصر خالص كده دلوقتي. الجهاز دوت بعد شويه قريبه جدا هيعمل نقله كبيره عندنا شور، لان هو محقق نتائج حلوه جدا. الجهاز ده بالمناسبه كوري. وده في عالم الحروق بس ولا بيعمل حاجات تانية؟ حروق، بعد الشر برضو، قدم سكري، قرح، اي حته ما فيهاش يعني جلد. ايه بقى قدم سكري؟ عشان قريتها وما بص يا له باشا، علاقه بالسكر. ما قدم سكري انا عندي سكر. تمام. متفقين؟ اي حد عنده سكر عدى 20 سنه، سواء سكره منتظم او مش منتظم، هيحصل له شويه تغيرات. هنتفق كده، السكر وبره التجميل خالص كده، بس يعتبره زي الجار اليهودي، هياخد مصلحته منك. هو بياخد دمك،
بياخد دمك وبياخد دم، بيأثر لنا على شويه حاجات من ضمنها التئام الجروح. متفقين؟ حلو. في اي جرح بيحصل في حد كبير عنده السكر بقاله اكتر من 20 سنه مم. بيبقى صعب جدا الالتئام بتاعه. متفقين؟ تمام. ومناعته بتبقى ضعيفه، تمام. فكان يفضل عنده قرح موجوده بسبب عدم التئام الجرح وبسبب العدوى ان جسمه ما بيكونش. انت جسمك النهارده بعد الشر عليك برضو اتخبطت في جسمك او اتعورت في جسمك بيلحق، جالك دور برد فبتاخد مضاد حيوي فبتخف. لو جسمك مناعته ضعيفه او التئامه ضعيف فرن بطيء او فرن مطفي، فبالتالي بيسبب ان بيبقى فيه قرحه، يبقى فيه قرحه. فده يعالج ان اي حاجه بقى ما فيهاش جلد، كان بعد الشر حرق، قدم سكري، قرحه، بس عمليات اصابات الحروب او اصابات الحوادث اللي بنشوفها. مم. فكنا بنعمل ايه؟ بنعوضها يا برقع يا بحاجه اسمها شرايح جلد. متفقين؟ ودي كانت حته ريكونستراكشن ده في علم التجميل حته مهمه جدا ومهمله جدا. الجهاز ده هيعمل نقله حضاريه فعلا في المنطقه دي. ده دلوقتي انا بقى سؤال بدائي شويه، هو احنا زمان لما كان حد بيتحرق وبعدين تيجي تعمل له رقعه بتبقى واخدها من حته تانية في الجسم. الحته التانية دي ايه بقى؟ الحته التانية بتاخد طبقه رفيعه جدا فيها، هي بتلحم لوحدها. يعني المكان اللي عشان استلفت منه ما طبقه فيهاش رفيعه. مشاكل. عشان طبقه رفيعه بناخد احنا طبقه ليها مقاس، ليها سمك. متفقين؟ اقربها لكم بسهوله جدا. عارف تقشيره البطاطس؟ بتقشر رفيعه وبتقشر تخين. كل ما كانت رفيعه كنت واخد لير صغير رفيعه يعني. خالص. ما هو الطبقات الجلد هم 14 طبقه، انت بتعدي لحد طبقه من 7 ل 10، لازم تسيب طبقه تحت عشان تريجنريت، ترجع تتكون تاني. احنا بقينا في حل من ده. كانت مشكلتك دايما انت المكان اللي خدت منه سبت فيه شكل مش لطيف، لون غامق، حته مكرمشه. ماشي. بيبقى في فرق ما بينه وما بين اللي حواليه ده يعني. الرقعه من اسمها، الرقعه من اسمها. ومع الوقت اللون بيتحسن شويه تشتغل عليها، لكن في الاخر في دونر سايت موربيديتي، في مكان خدنا منه استلفنا منه. بس النهارده دي. التركيز على الحروق، انت شايف ان المفروض حاجه زي كده ممكن بعد كده ممكن يبتدوا يبقى استعمالها في ايه؟ الحروق دي مش حاجه قليله. طبعا. اتنين، الحوادث. ايه اللي قدام؟ الحوادث، اي حاجه حوادث، شويه شويه هيرقي نفسه الجهاز دوت وهيشتغل على الجروح اللي كانت مثلا في الوش اللي ما بنلاقيلهاش علاجات. كنت تلاقي حد شاب ظريف لطيف في الاخر اتخربش بقى في حادثه، في تعويره، حصلت اي مشكله في الشارع، فكان يجي لك وبقى عمل بقى الليزر بيشلف وشه. هيفضل ده كده، فيفضل يقول لك انا السي في بتاعي كل ما اروح اقدم في حته انا عندي مشكله. صح. ماشي، كلنا قابلنا ده في اقرب اصحابنا، اصحاب المدرسه زي ما كنا بنتكلم من شويه، اصحاب الجامعه، اصحاب في شغلك، هتلاقي عنده المشكله دي. بعد شويه ده مش هيبقى مشكله، هيريجنريت وهتودي السكار دي، هتودي العلامه خالص، هيقللها. نو وين هتبقى 100%، بس هتديني نتائج احسن من نتائج العمليات. هو الجرح زي ما اتعلمناه زمان، الجرح اي جرح في الدنيا بيبان لي 3 حاجات: عالي وواطي، عريض، لونه متغير. خلاص، ثبت ده على اي جرح هتشوفه في حياتك. جراح التجميل الشاطر قوي يقدر يخفي 2 من ال3. الاستيكه دي مع ربنا مش معانا. متفقين؟ الجهاز ده هيقرب لنا قوي حاجات كتير تديني نتيجه احسن. بدل ما كنا نقول للعين الجرح ده هيتحسن 50%، ده لو ربنا كرمنا، لا النهارده نوصل ل 70 و80%، فبالتالي نتائجه ديفنتلي هتبقى احسن. بس هو محتاجين ان احنا نشتغل عليه شويتين، مش تجارب، مش بنجرب فعلا، بس هو لازم ممارسه بقى. لازم هو ممارسه ولا هو يتطور؟ هو هينزل فيرجن جديد، فيرجن ورا فيرجن ورا فيرجن، هيلاقي. وده شغال بالاي اي بقى، بما في ان جزء احنا منه في زمن الاي اي. المابينج الاولاني خالص والسايز، وان هو يرسم لك الدروينج بتاعت يطلع لك السايز بتاعها بالظبط، ده كل ده اي اي. يعني هو زي كاميرا في الاول بتصور الحته اللي ما فيهاش الجلد، واخد بالك، وبعد كده يقوم هو يعمل لك زي فريم، كانوا بياخد خريطه للحته المصابه والحته خريطه، ويقوم هو خريطه يديك الفريم اللي هتطبع عليه. اوكي. مساحات. طب هتقول لنا اسم المكنه ولا سر؟ لا مش هو الجهاز اللي موجود في مصر حاليا اللي متسرح بيه جهاز اسمه انفيفو، لشركه موجوده، يعني هي شركه انترناشونال المفروض، معها الاجازه الاوروبيه السي اي نفسها موجوده في مصر. جه في مصر بقاله اقل من سنه، بس نتائجه حلوه جدا الحقيقه. طب وده كل دكاتره التجميل دلوقتي عندهم الجهاز ده؟ هو الجهاز اصلا في الشركه، لكن دكاتره التجميل اللي بتشتغل عليه مش كتير قوي بسبب حاليا. الممارسه بقى، بسبب ان هم مش عارفين يشتغلوا عليه يعني، ما جربوهوش. ولا الجديد لسه بيقلق شويه، الحاجه الجديده لسه بتقلق شويه. تمام. متفقين؟ تمام. هو ربنا كرمنا الحمد لله، اشتغلنا بالجهاز دوت حوالي مثلا بتاع 20 او 30 حاله، نتائجه اكتر من رائعه.
وبالتالي بداوا زمايلنا يشتغلوا ورانا بيه شويه شويه. بس انت اول بقى دكتور اشتغل بالجهاز او ده. دكتور تجميل اشتغلنا بالجهاز ده، لكن في زمايلنا في الاوعيه، بعض زمايلنا في الاوعيه اشتغلوا بيه طب طبعا. وازاي جات لك الجرأة؟ لان انت اصل انت برضو شغلانتك داخله سمعة. في مش فكره سمعه، كمان فكره جسم الكلاينت. الفكره عندك، فاهم قصدي؟ الفكره بيلت ان فيك. في 2007 طلعنا نتائج بحاجات بدائيه جدا، يعني لما كنا بنتكلم على الارانب والكلام ده، واخد بالك، احنا طلعنا نتائج بس بحاجات اوليه جدا. بس انت اول مريض مثلا ما خفتش وانت بتعمل له بتستعمل المكنه دي عليه؟ مش عمرك سمعت كلمه الصراحه اقصر طريق؟ سمعتها. تعالى رحت قلتها له، احنا في جهاز بكذا. فقلت له ان في ريسك او في في ريسك. بتاع هو او كان معترض نفس الخوف بقى الاولاني، المكان اللي هاخد منه، انا مش عايز يبان في جسمي مكان لرقعه. مم. هو المريض كان هدفه مش عايز يخلي مكان في جسمه لرقعه. مم. فدفنتلي خلاص الافكار اتلاقت. طب في حل تاني، في حل تاني، ناخد الريسك مع بعض ناخد الريسك. الراجل ده النهارده بسم الله ما شاء الله هو شاب زينا كده، فضل نعم من ربنا، بيجري وبيلعب كوره وكل حاجه زي الفل. قعدوا شهر ونص بيغير، بس في الاخر العمليه لا تذكر. يعني اخدنا الدهون ده بنج موضعي وحطيناها بنج موضعي، وعليكم السلام ورحمه الله. ساعه زمن كان في بيته. ودي غالية دلوقتي استعمال الجهاز ده؟ دفنتلي غالي، مم. دفنتلي الماشين غالي يعني عليك. اغلى قد ايه من عليك وعلى الترقيع؟ المريض. غالي عليه. انا جراح غالي، ما احنا اتفقنا لسه هنخش ده احنا لسه لسه شويه، ما انت اتفقناش، جراح بس لسه غالي. شويه هنكتشف ده، بقى لسه شويه لسه شويه. لا دفنتلي هو التكنولوجي نفسها نازله غاليه مش رخيص. يعني اغلى قد ايه من ان انا لو عملت رقعة عادية؟ انت مش هتقارنه برقعه، متفقين؟ انت هتقارنه ببدائل الجلد. بدائل اوكي. الجلد احنا كنا بنجيب السنتي بسنتي، السنتي في سنتي بحوالي $650. ماشي. متفقين؟ بدائل الجلد بدائل الجلد في ماده، في حاجه بره اسمها انتجرا، هو اسمه العلمي. ترقع بيها من غير ما تاخد من جسمك. بتحطه، لا بتحط مكانه الاول كده اهوت، وبعد شويه تقوم واخد رقعه ارفع شويه، ارفع خالص، بحيث انها ما تسيبش اثر. كل ما كانت الرقعه رفيعه ما تسيبش اثر. تمام. كل ده عشان ما نسيبش دونر سايت موربيديتي، ماشي. واخد بالك. فهو ده كنا بنشتريه السنتي في سنتي بحوالي $600. اوكي. ولما رخص شويتين بقى ب 400. فديفنتلي ده ارخص منه، ده ديفنتلي ارخص منهم؟ ديفنتلي ارخص منه. طب فيعني يعتبر ما بين كل الاوبشنز، يعني ده يعتبر كانه حاجه في النص. بس كام واحد في مصر حط بدائل جلد؟ لا انا لا، فاهم، مش انا كام. بتكلم قصدي، بس يعني ده مش اغلى حاجه في السوق دلوقتي. لا 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 ده لا في لا 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 ان لا، المكنه مش ارخص من مكنة. بدائل المكنه. الجلد. المكنه ارخص طبعا من بدائل الجلد ديفنتلي. وعشان نقارن فلازم يبقوا قريبين من بعض. فلما قارنوا برقعه، لا الرقعه مش بفلوس اصلا. انتوا اصلا لما بيكون في تكنولوجي جديده كده نازله، ازاي الناس بتتعلمها او بتتمرن عليها؟ بتروحوا بره وتسافروا مثلا بره، تروحوا مؤتمرات، او بتمشي ازاي؟ وازاي بتقولوا للناس للكلاينتس بتوعكم عليها كمان؟ طيب خلينا نتفق الاول ان انا امن انا بالفكر، فبالتالي هنقلها. عشان انا مش بجرب. متفقين؟ انت الاول هو علم، احنا ناقلين للعلم، احنا ناقلين تمام للعلم. تمام. اوكي. فانت الفكره عندك، فبالتالي بتستخدم التول دي. هنبدا نستخدم، يعني في جهاز بيشتغل على الخلايا الجذعيه. تمام. حلو. الكلام ده سمعناه بقى لنا 10 سنين. اول ماشي. مره نشوف النتائج. فبيبقى في هنا بحث علمي، وبيتنشر حاجه اسمها نشر دولي. تمام. واخد بالك، خلاص الجهاز ده بقى اكريديت خلاص. ماشي. الشاي بيتعمل، بتحط الشاي في الميه. وزي ما انت كنت بتقول ان هم اكريديتد في اوروبا، وهم اوريدي اصلا عندهم السي اي ولا الشهاده الاوروبيه، بس بينزل بقى الكلام ده في مجلات علميه بتبقى متخصصه بير بتاعت ريفيود التجميل. وبتاع. اوكي. ده مفهوم. وانس انها بقت فيريفايد، يعني صلاحيتها تمت الاجازه ليها، تمام خلاص نقدر احنا نستخدمها. تمام. بنتعلمها بقى بحاجه من اتنين: يا بنسافر للمكان اللي اشتغلوا فيه، او بيجي لنا يعني المدرسه الام نفسها تيجي تنقل لنا العلم عندنا احنا هنا. تمام. هو ده ربنا كرمني بالحاجتين. اوكي. ان الجهاز دوت لما طلع اوريدي، انا كنت هناك فين كنت هناك في كوريا، اوكي. واخد بالك. اسكول. ما انا بس يعني بس هو موجود في كوريا وموجود في الصين، موجود في الحته هم جنوب شرق اسيا عندهم الحته بتاعت انك تنقل من والى فيها مشكله. فهم كرييتنج جدا في دي، ماشي. سابقين جدا في دي. هو في دول دي بالنسبه كده. لهم حاجه هم مهمه جامدين قوي في يعني. المكن كمان بيتهيألي. التكنولوجي اي حاجه اي الحته اللي هناك دي، الحته شمال يمين الخريطه تحت دي، الحته دي في الجون عندهم. فجم الشركه دي اتخذت هنا الوكيل مصري موجود، ماشي. ده اشتغلنا مع بعض بقالنا مثلا 20 سنه بنشتغل مع بعض. تمام. فهو قال لي كان بيقارن ما بين 3 اجهزه. اوكي. بياخد مني راي، وبياخد من كريم راي، وبياخد من باسل راي. فسمع احنا الثلاثه. فانا البدايه ما كانتش خالص في عيانين الحروق خالص. هو كان بيتكلم في عيانين القدم السكري. فاتكلمنا، قلت يا حبيبي لا ده ما تاخدوش في الحته بتاعت القدم السكري، ده لو هناخده بجد خده في عيانين حروق او عيانين حوادث ما عندهمش جلد. ده الحاجه اللي بجد، تمام. مش القدم السكري القرحه ال 2 سم و3، لا حته كبيره.
حته كبيره، 20 في 20، 30 في 30، حته ريجولار مشكله كبيره. بجد وهي كبيره. وهي نسبه الحروق على نسبه القدم السكري، الحروق اكتر في مصر ولا ملهاش دعوه؟ لا ملهاش علاقه قوي، بس انت كنت بتتكلم عشان مساحات تبقى اكبر يعني. مساحات اكبر. ان أوكي. الحرق نفسه بيبقى المكان اللي بتاخد منه بيسبب لك مشكله اكتر. فرحت كوريا، فانت كنت في كوريا ساعتها، اها فدخلت وقعدت بقى يعني رحت هناك زي رحت للشركه لا، وابتديت بقى مصنع. تعمل تريننج. مصنع. تمام. اوكي، الشركه بساينتفك اوفيس، رحنا اتقابلنا اتكلمنا، طب يا جماعه 1 2 3 4 خلاص اوكي. هو زميلي دوت كان بياخد الوكاله، فاخد رايي، فاشتغلنا مع بعض خلاص اوكي، بدانا دي، فاتكلموا مع الساينتفك اوفيس ان احنا نشتغلها في الحروق. هم. فبداوا لحد ما نزل الكلام ده في عندنا في التجميل في مجلتين محترمين قوي، هم. واحده اسمها بي ار اس ومجله ثانيه. حلو، البي ار اس دي لما تنزل الحاجه فيها خلاص ده ضم، دي اعلى مجله في التجميل. موثقه. خلاص هي دي التجميل، قال وانس ان بحث علمي اتنشر في المجله دي معلومه مؤكده. زي ساينس جورنال مثلا والحاجات دي، زي لو دول. نزلت فيها خلاص تمام. دي اعلى بقى يعني في الرانك، دي اي 1. هم. ليها رانك زي الاهلي كده. متفقين؟ انتوا زملكاويه شكلكم. احنا احنا مالناش مالناش في الكوره، احنا الكوره. الاثنين صدق. زملكاويه يبقوا لا والله، زملكاويه. لا حقيقي مالناش في الكورة. حقيقي يعني. بس حلو الابيض اللي انت لابسه ده. بس انا اهلاوي فظيع، خد لا، بالك. انا بقول لك بس الابيض اهلاوي حلو. فظيع. هياكل منك حته. فالمهم لما بتنزل المجله دي، لما ينزل فيها كلام علمي ده محترم، خلاص احنا كده بقينا العلم ده نجربه يا جماعه، نشتغل ماشي. بيه. تمام بتبدا تاخد تريننج على القصه، مش بتشتغل على طول، انت بتاخد تريننج عليها. تمام. بناخد التريننج بتاعنا الفتره اللي هي بتبقى ساعات معتمده، وبعدين نبقى الانستراكتور بتاع الجهاز ده لو انت عايز تبقى الانستراكتور بتاعه. تمام ماشي فهمت. فبقت القصه ماشيه كده، يعني انت الاول بتتعلم، تتدرب، تشتغل. فانت مش دخلت في كل السايكل دي وبقيت انستراكتور كمان ولا لسه؟ انستراكتور بتاع الشركه. اوكي يعني انستراكتور، انا ساينتفك اوفيس بتاع مصر، ماشي. وهنبقى ان شاء الله الميدل ايست قريب جدا، اشتغلنا فيه. اشتغلنا بيه شويه في اربيل في تمام. العراق. اوكي. اربيل بجد. اربيل مدينه جميله جدا، انا رحتها مره. انت اشتغلت في ليه؟ اشتغلت في اربيل على جهاز، بنقل الفكره لزمايلنا هناك، وجولنا طب زمايلنا ما تنقلها لزمايلك هنا. هم موجودين طبعا، الناس بدات تشتغل هنا بعد ما أولى. اشتغلنا. اشتغلوا هنا ورحت بالجهاز اربيل هم الجهاز خلاص. يعني انت ابتدوا دلوقتي بقيت انستراكتور تبع كمان الشركه بتاعت المكنه للفكره، غير العياده بتاعتك وشغلك وحياتك. لا دي حاجه، ده توبيك علم. انت في العلم انت بتاخد طابور العلم وبتنقله. يعني انت بتتعلم فبتنقل، مش فضل. ده ديوتي، ده واجب. بس لو المكنه عندك، لو المكنه عندك اكيد. لا العلم مش احتكار، العلم مش احتكار لو خالص. المكنه عندك لوحدك. لا العلم مش احتكار. تبقى تبقى لا خالص، بس تبقى ربك بعت الرزق، مش دي بس. العلم مش احتكار، انا مش نبي بس في الاخر العلم مش احتكار، لان احنا في الاخر زي ما وائل قرا المجله، كريم قراها، باسل قراها، فهيتوصل للشركه عادي. مفيش العلم، مفيش احتكار. يعني مش هتلاقي احسن دكتور تجميل، بس ممكن وائل يروح ويبقى انستراكتور، فيجي الباسل وكريم يقول لهم الليله فيها ايه. احنا وورد اوف ماوس. يعني احنا عندنا في ناس معين لما بنسمع منهم او لما نقول لهم خلاص الجهاز ده خلاص يعتمد، بس ما فيش اي مقابل مادي لده، حاجه زي كده حتى الان ربنا هيرزق، ما تقلقش. لا انا قصدي بس لو انا بقيت انستراكتور يعني. بقيت انستراكتور مفيش مقابل مادي. بص اكيد في الشركه. ما انا هقول لك عشان تبقى انت اسمع بس والله، بس كلام بجد والله، كلام بجد. عادي ممكن يكون كوميشن مثلا من كل عمليه بعد كده كل واحد يطلعها عادي. لا برضه انا بقول لك انا مش نبي، بس عشان تبقى انت بتتكلم براحتك، فتنقد الجهاز براحتك. يا جماعه الجهاز ده فيه مشاكل 1 2 3 4، لازم تقول على نفسك اي ارتكل علمي في ديسكلوجر كده في الاخر، في ختام، ان انت ما ينفعش يبقى ليك اي بنفيت مادي من ده. ماشي متفقين؟ تمام. يعني ما ينفعش اقول لك النهارده الدواء الفلاني هتاخده لو جالك صداع. تمام. لو عندك صداع هتاخد العيله دي، تاخد ده او 1 أو 2 أو 3 أو 4. تمام. اوكي. القصه بتاعت انك بتاخد كوميشن او الكلام ده، لا، لان العلم موجود. ماشي. انا افيد لي كتير ان زمايلنا دولت يبداوا يشتغلوا بيه، فالجهاز يرخص، فبالتالي احنا نشتغل براحتنا. يعني الجهاز النهارده لو مثلا البيس مثلا ب 100,000 رقم. ماشي. متفقين؟ تمام. لو انا بشتغل، طب لما وائل وباسل وكريم وخالد وحسين يشتغلوا، ديفنتلي القصه دي هتنزل. بس دي منفعه للشركه مش ليك. لينا كلنا. لا وانستراكتور بتضيع وقت وبتسافر وبتعمل. لينا كلنا ده علم هتنقله. انا اتعلمت كده، انا اتعلمت بالشكل دوت. اوكي. وديفنتلي في مكسب مادي هيجي لي، ما انا العين جاي لي، ما انا العين. لا ده اكيد، ده كده موضوع بس ما العيان فيش حاجه اسمها انا ببيع بس ده. يعني ما فيش ده في العلم اصلا، مش هتلاقي ده. يعني في العلم في الطب مش هتلاقي ده، وما ينفعش يبقى فيه ده. انا في وائل بيعمل ده كويس،
احسن من فلان ومن فلان ومن فلان. حلو. فبالتالي كده كده يعني الفكره هتيجي، فانا في الويف. لكن ما ينفعش لا النهارده انا تيجي تقول موافقك لي جدا ان انا ممكن ابقى انا هحط مثلا على الصفحه بتاعتي ان انا انستراكتور للجهاز ده وانستراكتور للتكنولوجي دي، انا واحد فاهم جدا في التكنولوجي دي، فاي حد هيبقى عايز يجي يعمل التكنولوجي هيجي لي بدل ما يروح لواحد تاني مش انستراكتور فاهمها دي. النقطه. بس في حاجتين في الطب، ماشي، طول عمرك بتسمع ايه؟ التلميذ تفوق على استاذه، صح؟ مش طول عمرنا بنسمعها؟ بنسمع. ده مش في الطب. خلاص، انا صادم شويتين، ده مش في الطب. الاستاذ ليه مكانته، المنتور ليه مكانته. تمام متفقين؟ ماشي. رقم اتنين، انت بتنقل في الاخر علم. الهدف بتاعك ايه؟ ان يبقى كلنا عندنا. ما ينفعش النهارده عيان يجي في مصر او يجي لنا زي اللي جولنا مثلا زمايلنا اللي جم من ليبيا وعملنا لهم كورسز هنا اشتغلوا على الجهاز. خلاص، لازم تشتغلوا بالجهاز، لازم الناس تتعلم ده، دي تقنيه جديده لازم كلنا هنتعلمها. انا اللي اصلح بالنسبه لي ايه؟ كنت رحت اخدت الوكاله. مش ايا كان الرقم كام كنت خدت الوكاله. هم. انا ما خدتش الوكاله، مش عايز. لان هينزل بعد شويه فيرجن 2 و3 و4. مش غلط ان حد يفكر ياخد وكاله، عشان بس نبقى لا ده متفقين. قصه، ده بيزنس بقى، انا ده داخل بزنس اخد صحيح. الطب مش مساله انك ما تكسبش منه فلوس، لا لازم تكسب منه فلوس وتبقى كويس. بس في الاخر مفيش حكر في العلم. العلم ما فيهوش حكر. طب انا عندي سؤال يا وائل معلش، في حته الاجهزه والتكنولوجي وان كل شويه بيبقى فيه حاجات جديده عن حاجات ومتطوره عن حاجات، هل بتفرق من ثقافه البلد ايه الحاجات اللي بتيجي وايه الحاجات اللي احنا مش عايزينها؟ يعني مثلا زمان يقول لك عايز تزرع شعر مثلا روح تركيا، تمام. وما كانش فيه قوي في مصر، بعدين دلوقتي بقى فيه في كل حته في مصر واحسن من تركيا. بالظبط. تمام، نفس الموضوع في عمليات التجميل والتكبير والتصغير وكده، وكانت لبنان فاكر زود عليها التكنولوجي. هل اي حاجه تكنولوجيه بتنزل او اي جهاز جديد او اي اختراع جديد كل البلاد بتجيبه، ولا بيبقى على حسب ثقافه البلد بتجيب ايه وما تجيبش ايه؟ الاثنين. طب نتفق شويه اتفاقات. يلا بينا نتفق. تعالوا نديفاين جمال، نديفاين كرياتيفيتي، نديفاين تيم ورك. تعالى كده نقول مفهوم الجمال مش التجميل، ماليش دعوه بالتجميل خالص دلوقتي. هم. انا واحد النهارده من الصين، هم. وحضرتك من مصر، والراجل الطيب ده من كولومبيا او المكسيك. حلو. تعالى نتكلم كده، مفهوم الجمال عندنا ايه؟ على انت حسب تقول، انت تقول مثلا الست دي اموره. لا، لو على الستات ففي ستات لا يختلف عليها اتنين. طب خلينا في خلينا انما في خلينا في العادي، البدايات. في العادي تبقى على حسب البلد، اختلاف الزمن، وعلى حسب الزمن اللي انت عايش فيه، وعلى تمام. حسب الريس اللي انت منه، لو انت اسيوي ولا على حسب انت بتحب فعلا انهي ريس الكرياتيفيتي بقى هي جت التجميل، ان انت تكريت ايه الحاجه الكويسه اكوردنج لثقافه بلدك. يعني ما ينفعش النهارده عينه تجيلي في مصر هنا مثلا من امريكا واقنعها بعمليه بتتعمل عندنا احنا هنا في مصر. ديفينيشن، المقاييس مختلفه، المقاييس عندها وعندي مختلفه. انت زمان افتكر كده يا معايا الافلام الابيض والاسود، يمكن انا اكبر منكم شويه، لكن في الاخر الافلام الابيض والاسود كانت الستات دايما ايه؟ مليانه شويتين. انت جالك ايرا هنا في مصر من 10 سنين الفيميلز عايزين يعملوا 6 باكس. عايز افضل سبورتي. طب مثلا اخر 3 4 سنين لا مش سبورتي. في كولومبيا والبرازيل بتغير البريست امبلانت حشوه السيليكون سنه او سنتين، لا مره كبير مره صغير، مره كبير مره صغير. انت مش هتستغرب طبعا جدا الكلام. انت هتلاقي العيانين بتوع البرازيل والله من غير هزار بتكون عامله البريست اوجمنتيشن. ليه يا جماعه كل ما حد يجي يتكلم في الحاجات دي يقعد يبص عليا يقول لي ضحكتك مميزه ما قوي. عملتش حاجه يا جدع، انا باصص بره الاستوديو. نرجع ريمونتادا بقى الاسلام اهو. اتفضل. دي بوينت، واخد بالك؟ القصه بقى بتاعت الكرياتيفيتي ان انت النهارده هنتكلم بقى في الايديا بتاعت الاجهزه نفسه. السؤال بتاعك الاولاني خالص، جهاز النهارده طلع حلو بيساعدني في ايه؟ ما هو الابون نيد، الجهاز بيطلع ابون نيد، انا محتاج ايه في العمليه بتاعتي دي، فبيطلع لي يا اما آلة يا اما جهاز. التجميل الاجهزه اللي فيه قليله جدا فعلا جدا، قليله جدا. ماشي، سيبك من اجهزه الليزر. متفقين؟ الليزر هو ببساطه شديده كده هو لمبه بتتسلط على لون خليه، يا اما ليزر شعر يا اما ليزر بتاع جروح، الفراكشن تمام ليزر. خلاص، تمام. طلع بقى، طلع الجهازين دول. اجهزه العمليات كل الدنيا بتتكلم فيها بقالنا مثلا بتاع 10 15 سنه كده. هتسمع مره فيزر، مره جي بلازما، مره لايبو ساوند. ماشي، الحته دي كلها كده بتعتمد على ايه؟ تردد حراري بيشد الجلد شويه. سميه بقى زي ما تسميه، سميه عوف، سميه اي اسم. متفقين؟ عشان كده بقول لك الكرييشن في مجال التجميل قليل جدا كاجهزه.
هو بيعتمد تماما على مهاره جراح او التيم اللي شغال. الجراح مش لوحده، مفيش جراح تجميل لوحده، في تيم كامل كويس شغال. قصدك ايه بتيم؟ التيم داخله ايه؟ لا دكتور مع ما انا التيم فاهم، بس قصدي يعني ايه اللي يفرق تيم في تيم تاني مع جراح؟ لو الجراح شاطر التيم بيبقى دوره ايه اللي يخلي الجراح ممكن الشاطر التيم بتاعه شاطر. يعني انت شاطر النهارده صح، انت لوحدك، انا بس ما بس انا وراك بتكلم وراك في المهنه بتاعت ما انا بقول لك اهو، بس زي فرقه وراك. الكوره. يعني بيعملوا ايه؟ التيم بيعمل ايه؟ التيم معلش. بيعمل لك انت من اول تحضير العيان للشغل اثناء العمليه للمتابعه بعد العمليه. 50% من بعتك من شغلانتك متابعه ما بعد العمليه. انت مش بس عملت العمليه كويس وخلاص، متابعه ما بعد العمليه. مم. امتى هنعمل ايه، امتى ما نعملش ايه، امتى تقول للعين لا، امتى يبقى النهارده يا جماعه الترتيب مثلا عندنا النهارده حالتين او ثلاثه، هنبدا بمين وهنختم بمين. ده ترتيب مهم جدا. امتى العين نقول له حضرتك مش هتستفادي من العمليه. المنتور بتاعي في يوم من الايام عمري ما كنت بفهمها القصه دي، يقول لي الجراح الشاطر اللي يقول لي العين انت مش محتاج العمليه. انا ما كنتش بفهمها للامانه، ما كنتش بفهم الكلمه دي خالص، لحد ما فعلا في عيان انا لو عملت له عمليه هضره او عملت له عمليه هضره، مش هتبقى راضي عن نفسها. لان عين التجميل في جزء عندنا موجود اوريدي جايه بتعمل العمليه ابون دافع او مزقوقه جامد على العمليه. جوزها عايز حاجه، هي مش مقتنعه، زميلتها بتغلس عليها، التنمر اللي بقى موجود عندنا في المجتمع. احنا تطور عمليه التجميل مرتبط بحاجتين جدا، ده رايي. درجه التنمر، متفقين. اتنين، اللبس واللانجيري الحريمي. ايه؟ تطور اللبس واللانجيري الحريمي. شوف الكاتس زمان والكاتس دلوقتي، اشمعنى مش فستان سهره؟ كله اه اللبس واللانجيري الحريمي. اللبس اتفرج على فساتين السهر دلوقتي عن زمان. اكيد شفت انت مثلا بريف هارت مثلا، اكيد شفت مثلا تايتانيك. اوكي انت قاعد عمال توديني لانجيري حري بعد كده بريف هارت لا خليني ثبتني في حته. خليني في تايتانيك. خليني في تخيل وانت تايتانيك. هدور، تخيل جننتني دلوقتي تخيل انت تخيل دلوقتي فريدم وهو لابس لونجري فريدم والبيبي دول قاعد بيعمل كده. لا ما كانش بيبي دول، كان سكرتات، كان الرجال لابسه سكرتات. هو ده كان لابس سكيرت. ده كان قصه تانيه خالص. فوق. لا انا قصدي بص مثلا بريف هارت مثلا، ماشي سوري تايتانيك، ماشي. كانت الست بتضم جسمها بايه؟ بالكرسي. بالكرسي. بتشد حاجه خلاص فبتبين حاجه وتوسع حاجه. تمام. حلو. انت بتعمل ايه في التجميل النهارده؟ انت لغيت الكلام ده. بتعمل كرسي في جسمها بقى حقيقي. بتعمل تايتنج للجسم، البيلرز، الاعمده، بترجع الدنيا تاني للاعمده الاساسيه اللي في الجسم. ماشي. نختلف بقى، متفقين ايه اللي المفروض يتعمل للعيانه دي. يعني في عيانه النهارده تيجي تقول لها ايه، لا انت مش هتنبسطي مثلا لما تعملي عمليه تحت مثلا. متفقين ليه؟ عندها نسبه دهون، العلم ما خلاش اختراعات قوي. حلو. يعني زمان كنا نيجي نسمع او على بغرض التوبيك بتاعنا ده مثلا، انا هعمل دايت، انا مش هعمل شفت وهعمل دايت. حلو. انت عندك خلاف على دي؟ عندك خلاف على دي؟ حلو جدا. لما اجي اقول لك انا النهارده ان الدهون في جسمك نوعين، الفا وبيتا. ماشي. ده مش كلام. حسن وحسين. حسن ده الابن الكبير اللي بيسمع الكلام، حسين العيل الصغير اللي مش بيسمع الكلام. ماشي. الدهون في جسمك النهارده، انا قررت اعمل دايت فنزلت 10 كيلو. حلو. تمام. نزلوا منين بقى ال 10 كيلو؟ نزلوا من وشي في الرجاله غير الستات، بس مثلا خلينا نتفق، نزلوا من وشي، انا مش عايز وشي يخس. نزلوا من صدرها وانا مش عايز صدرها لا يخس. طب امسكها رجاله وستات عشان توزيع الدهون في الرجاله غير الستات. هتلاقي مثلا انت قررت تعمل دايت، فاول حاجه نزلت وشك. ده متفقين. كراجل. كراجل الدهون اللي جوه البطن، مم. الدهون اللي جوه البطن، عشان احنا الرجاله بنكون دهون جوه البطن اكتر من بره البطن. متفقين. تمام. الستات سنه غير. هو ايه اللي بره البطن؟ يعني الدهون امسك كده لا بره البطن قصدي في حته تانية دي، يعني. لا اوكي، هي لا هو بيقول شايف لك دي جوه وبره البطن. جدار البطن، عارف الطرد. دهون جوه دهون ودهون جوه. على اللي هو انا كان فاكر قصدك بره 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 لا، لا، على لا، الترابيزه. لا بره ما انا عشان الترابيزة. كده على فكرة وقفت، انا أنا- لقيتك رحت بصيت على الترابيزه قلت دهوني هناك وقاعده بتعمل ايه؟ والله العظيم انا انتوا نص الحلقه متوهني. بتضيع على شرحي ليه لحاجات. ففي دهون جوه البطن ودهون بره البطن. متفقين. طيب انت ده قررت للراجل. تعمل دايت، بتبقى اكتر. انت عايز تعمل دايت عشان ايه؟ عشان القميص لو انت بتلبس فورمال بدا يبقى زرايره مفتحه شويتين. طيب تعالى اعمل دايت كده وحد عنده تسدي، اعمل دايت لحد يوم الدين العصر مش هينزل. حد عنده ايه يا باشا؟ تسدي يعني صدره كبير. صدره اوكي. زي مثلا ما بتسمع النهارده مثلا في الشباب يقول لك انا هعمل فورمه الساحل. حلو. ماشي. وتلاقي شباب صغيرين مش بيرضى يروح ينزل لا يلبس مايو ويفضل نازل لك بالتيشيرت مثلا، هو صدره كبير
باختلاف الدرجات بتاعته. طب ده يعمل دايت، ده هتنزل؟ لا. متفقين؟ هينزل شويه بس هيفضل نفس لا 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 الفورمه. لا 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 الثدي لا، عشان بس ما ده خلاص بيتا، مفيش. ده بيتا خلاص، هو مش يعني ده بيتا تايب، ده حسين اللي ما بيسمعش كلام. فمهما خس هيفضل نفس الحجم. صدره كبير صدره كبير بالنسبه لبقيه جسمه وهيفضل كبير، يعني جسمه هينزل انت في الاخر نسبه وتناسب صح؟ تمام. هتلاقي بطنه نزلت والصدر ما نزلش. ما فبقى نزلش المنظر اصلا. المنظر بقى وحش جدا. ايه ده؟ امتى ينزل بقى؟ لو بعد الشر حصل مجاعه، فيبدا الجسم يستخدم البيتا تايب يطلع مصدر طاقه. اوكي ده مش كلامي مجاعه خالص. دي لا مش دايت ان يعني. هو بقى مش خلاص دايت. بطل ما ياكل بعد خالص الدايت. بقى. ما بعد الدايت اللي هو كيتو، يقول لك انا عامل كيتو اسيتون بلس 2 بقالي شهرين. يعمل ايه؟ اسيتون بلس 2. اعمل يعني هيفضل تحس ان اي حد يعمل لك كيتو دايت هتحس ان انت ايه ريحه نفس شويه كده. ماشي. حلو. ده يقول لك عملت كيتو وده مستمر في القصه دي، ده بيخش في مشاكل تانية خالص. طب الستات، لا ما واحده لا قررت تعمل دايت. لا والستات هنتكلم عليهم ماشي. عشان بس ما نتمطوحش منك. مش هتتمطح اهو. فانت ايه حل الصدر الزياده عند الراجل؟ يروح الجيم. لو دهون ومعاه غده، الصدر في الرجاله زي الستات، هو غده ودهون. متفقين؟ يعني الراجل عنده غده في صدره، الراجل عنده غده في صدره، ما فيهاش غلط ولا عيب خلاص. ماشي. الغده دي نو واي انها تنزل، نو واي انها تنزل من غير اجراء جراحي. اختلاف حجم الغده يفرق بقى، في غده بتبقى صغيره قد الليمونه، في غده بتبقى قد البرتقانه او قد الاستفنديه، بس حسب كل حاجه. ده الصدر هو بالذات ولا اي حته؟ لا الصدر، عشان الصدر هو الصدر بالذات فيه الصدر دهون وماشي وغدد. دهون وغدد. ماشي. متفقين؟ طب يبقى الراجل لما بيعمل دايت بيخس من وشه وبيخس من بطنه من جوه وبعدين فوق، وبعدين فوق السره، وبعدين المنطقه اللي فوق السره، وبعدين المنطقه اللي تحت السره. ماشي. متفقين؟ ده سهل جدا. ده كده لو خس 10 كيلو هيبقوا بس في الحتت دي بس. ولا اكتر حتت هم دول والباقي خفيف اكتر خفيف؟ حته بس مثلا هتلاقي 8 و2 نزل عليك، بس هتلاقي فخدته لو كبيره لسه كبيره. لسه كبير. مالهاش علاقه خالص، مالهاش علاقه خالص. انت في الاخر التجميل انت بتظبط مقاس، مش بتظبط وزن. طب ده الدايت. حلو. بالنسبه للرياضه بقى ثانيه واحده بس. مشكله الدايت عن الرياضه ايه؟ ان انت لما بتخس دهون وكتله عضليه. تمام. الرياضه لا، انت بتحافظ على الكتله العضليه. تمام. عشان كده تلاقي الناس مثلا اللي كانت بتعمل تدبيس او تكميم، هو مش بيبص دايما على الميزان. ماشي، نزلت 10 كيلو 20 كيلو 30 كيلو، خسيت يا دكتور 100 كيلو، حلو قوي. قد ايه بقى دهون؟ قد ايه عضلات؟ قد ايه النسبه بتاعت العظم بتاعته؟ بينزل كل ده. الدايت حاجه زيه. الرياضه بتفرق، الرياضه بتحافظ لك على الكتله العضليه اللي في جسمك، فبتخلي لك المعادله في الاخر ان انت الكتله العضليه زادت ولكن الدهون بتقل، بس بتقل مش في الاماكن اللي مش هتنزل، مش اللي فيها البيتا. هي البيتا هي الغده ولا دي حاجه ودي لا حاجه؟ لا الدهون في جسمك دي نوع دهون بيتا. نوع دهون ما بيخسش. ماشي. ده الجسم ربنا سبحانه وتعالى خلقهن ليه؟ مش بنغلظ، ده مصدر طاقه لو حصل مشكله، كانه اخر حاجه بقى آخر حاجة. ده اخر حاجه. انما التاني لاباي، بيسموه لاباي، اللي هو ايه، يروح ويجي معاك. ماشي. كلت شويه فالقميص بيفتح، خسيت شويه القميص مقفول. طب عندي سؤال بقى في الحته دي. في ناس بيعملوا دايت وبيلعبوا رياضه وبتلاقيهم خسوا 30 كيلو مثلا، تمام، بس الجلد بيحصل فيه ايه؟ يعني بيبقى باين ان هو كان تخين وخس مثلا. ازاي ده في حاجه طبيعيه ربانيه بتحصل؟ حلو جدا. انزل تدريجي. بمعنى ايه؟ انا هنزل مثلا كيلو في الاسبوع او كيلو ضربه في الشهر 3 كيلو. الصغير في الكتير كتير 3 كيلو في 12، يعني انا في سنه نزلت 36 كيلو، ده رقم. انما ما تفرحش قوي ان انت نزلت في شهرين 15 كيلو. الجلد مش انت تنظم النزول بتاع. وعشان كده حلاوه ان انت تبقى مع دكتور علشان هو يبقى متابع معاك، ان انت تبقى بتنزل تدريجي، ما تبقاش لو طبعا انك تتابع. ده يقوم لامم الجلد معاه لان هو ما خدوش صح. ما خدوش، دي نقطه. والنقطه الثانيه برضو، انت عارف المرحله لازم تقول للمريض وقف فيها حتى لو في سنه دهون زياده، دي لازم. مفيش هزار. يعني تفضل في الاخر مليان سنه صغيره، اوكي، ولا انك يبقى جسمك فيه ترهلات. طب وايه اللي يحصل لو ما حافظش على اللي انت بتقوله ده بقى؟ لازم يبقى تدخل جراحي؟ يعني ازاي الجلد ده يتلم لو هو خس فجأة بسرعة وخلاص كده بقى ده يعني بقى حلو. اي ترهل بقى في زيادة جلدية. حلو. اي ترهل في الجلد 1 و2 و3 و4 4 درجات باختلاف بقى المنطقة. خلاص 1 و2 دي تيجي بأجهزة. بمعنى
اي اجهزه شد في العياده، يعني 1 و2 دي درجه مش خفيفه، تدخل جراحي قصدي. مش تدخل جراحي، اه مش اوضه عمليات. اه متفقين؟ بس عياده، يعني جهاز في عياده. مم. متفقين. 3 و4 لا، دي لازم هنا نخش نعمل جراحه. 3 و4 لازم جراحه، ولازم اختلاف ما بينهم، بس ده الجرح بتاعي فين. يعني في جروح طوليه وجروح عرضيه، يعني خلينا نتفق ان انت كل مكان هتعمل عمليه وجرحي مش باين، ديفنتلي احسن من يفضل ان الجرح باين. طبعا. متفقين. مم. زي ما مثلا الراجل الطيب ده كان بيقول دلوقتي، الفخذ مثلا، اكيد الجرح اللي مستخبي معايا هنا في كسره الرجل غير الجرح الطولي، صح؟ طبعا. ما فيهوش جدال. مم. 3 نقدر نجيبه بالجرح اللي بالعرض. درجه 4 اللي هي اكتر درجه ترهل في الدنيا هنشوفها، نو واي انها تيجي غير بجرح بالطول. مم. وانتوا سؤال جاهل بس معلش، ليه؟ انتوا بتقصوا بقى ولا طبعا. ولا بتعملوا حاجه بتنكمش الجلد في العمليه؟ لا بنقص. بتقص. اهلا بيك. بتقصوا وبعدين يعني زي ما فالجرح بيبقى باين كبير بقى لو هي حته كبيره. حسب الترهل واصل لفين، كبيره او صغيره، بس في جرح. اوكي. يعني هو الجرح جرح. طب كمان ده سؤال معلش، امر. واحد كان تخين قوي تمام وخس جامد، فعنده ترهل هنا وترهل في حته تانية، ما ينفع يبقى في ترهل هنا؟ هو ده العادي. ماشي، يبقى عنده ترهل هنا وترهل هنا. تمام. هل الجرح بتعمل عمليه بيبقى جرح واحد بيشد كله ولا كل حته بتقص لها؟ لا طبعا ينفع كده. ما انا مش دكتور، انا بسالك. انا بقول لك كل منطقه ليها جرحها. يعني فبيطلع بقى لا متشرح. مش خريطه. ماشي، بعد كده يروح بقى على الميكرويف اللي انتوا جبتوه الجديد ويقلل شفت ازاي اتعب وبطل اخلف، اتعب وبطل اخلف، يقلل شفت الدنيا سهله يقلل ازاي. يقلل الجرح في الاخر. لا انت مش اوكي. مساله بتقلل الجرح، طول ما انت عملت الاجراء بتاعك وجرحك في مستخبي. مم. في خطوط في الجسم ربنا سبحانه وتعالى خلقها لنا، حلو. احنا بنحترم الخطوط دي. لو اي جرح موازي وعامل ليها على الخط مثلا. على الخط، فانت الجرح بتاعك مش باين. جرحك هيبان لو عكس الخط. يعني جرح الطولي ده يبان في الدراع وفي الرجل، ده هيبان. امتى بنعمله؟ لما يبقى درجه الترهل فعلا خلاص. اعيش بترهل ولا اعيش ولا عيش بجرح اعرف بجرح. اخفيه؟ لا، جرح اعرف اخفيه. كملها على بعضها، جرح اعرف اخفيه. تمام. اخفيه بقى. الانواع النهارده بالاجهزه احسن كتير. الخيوط بتاعتها احسن كتير. التاتوينج دخل عمل ايرا فظيعه جدا عندنا. فهتلاقي كل بره ما تسافر النهارده هتلاقي الخطوط في جسمهم من فوق لتحت. وفي كونسبت زي ما قلنا كده في الاول، هتلاقي مثلا جنوب شرق اسيا ما يرضوش بالجروح، ودول اعلى ناس بتعمل ترانسفورميشن، بتعمل تبديل اصلا، رجاله وستات يبدلوا. طيب امريكا والحته بتاعت الكولومبيا والمكسيك والقصه يبدلوا دي، يبقى ترانسجندر، يعني دول اعلى حاجه في التاريخ، يعني عادي ده جدا. طول عمرهم اه يعني. دول عادي جدا. ده قصة يعني من زمان يعني ما انا ما اعرفش، انت عارف. يعني حاسس ان عمرك ما فتحت اليوتيوب قبل كده يعني الناحيه الثانيه بترضى عادي جدا بجرح طولي موجود في وسط بطنها، ده سكار. جرحهم جلدهم حلو، الجلد بتاعهم حلو فعلا، ما بيبانش فيه جروح ها. للامانه، جرحهم مين حلو دول؟ جدا. الحته بتاعت امريكا والحته دي جروحهم فعلا حلوه جدا. مم. كولومبيا والبرازيل زينا، جلدهم احنا سمر شويه، جريد 3 الدرجه الثالثه، اللي هو ولاد الفيسين بلد سمر. برضو البرازيل ولاد تحسهم حلال، كده. ولاد بلد جدا. طب بتعزف عليهم انت شكلك، ولا انا شكلك عطفت كتير. بحب البرازيل. بمناسبه البرازيل، كنت انت بتقول ان هم كل سنتين ممكن يغيروا مثلا في البنات، يغيروا الكاب سايز او حجم الثدي، صح؟ فانت ده في الجلد بقى بيتحط في 1 و2، في 1 و2 اللي هو الاجهزه، ان هو انت بتصغر وتكبر وكخوال ليميت. انت تقدر تحط زي ما انت بتقول مثلا الكاب سايز المريضه دي تحتاج مثلا من 300 ل 450 اكوردنج للمقاسات بتاعتها. ساعات هي بتبقى عايزه 300، في ناس تقول لك لا انا عايزه 450. هي كل ما تعرف انها كبرت قوي او صغرت قوي في جرح بيزيد، فهو بيتعمل بالجرح، صح؟ دي نقطه. النقطه الثانيه اللي مهمه كمان، انت كل كاب سايز 150، يعني A B C D. دكاتره التجميل شاطرين جدا في اللانجيري، عشان بس شاطرين جدا. ف A B C D واخد بالك، دول معناها كل كاب اللانجيري 150. اكبر من حجمه في لا انت بتدرس عليه حاجتين، بطل الحلقه. بتدرس حاجتين فعلا، بتدرس حاجتين فيه. بتدرس اولا جروحك تبقى فين عشان تبقى مستخبيه. 2 هي عايزه ايه، هي عايزه انهي حاجه. طب احنا لسه ما اتكلمناش على للدايت. الدايت بقى للست، لما ست تعمل دايت محترم ويأثر فيها فعلا ايجابيا او نيجاتيف، الست بتخس منين الاول؟ شفت الايكويتور، خط الاستواء. فوق البنطلون حاجه، فوق الحزام حاجه، وتحت الحزام حاجه. فوق الحزام ينزل للست. تحت الحزام نو واي.
يعني ايه نو واي؟ يعني مش هينزل خالص، هتلاقي إن وشها نزل، دراعها نزل، صدرها بدأ ينزل، الحته الفوقانيه في البطن تنزل، الحته التحتانيه بالفخاد بالمؤخره بالكلام ده كله نو واي انها تنزل. هي دي الحته اللي دايما الناس تقول مثلا اخر حاجه بتنزل فيا، مش بس مش بتنزل عمرها فيها. ما بتنزل اسم الله بالظبط كده، وعمرها ما بتنزل. لا 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 بس يعني ايه؟ لا يعني افرض بتنزل، بس واحده خست، بتنزل قليل، افرض بس واحده بتنزل. خست 30 كيلو كلهم هينزلوا؟ اكيد لا، حلو اكيد حلو، اكيد بس في تحت. بكم من الضحايا، بكم من الترهل. طب ايه خست النسب؟ 30 كيلو. ايه النسبه اللي فوق الحزام وتحت الحزام؟ يعني انت مثلا عندك 10 كيلو، حلو. تمام، فوق بيبقى نزل 70. مثلا 8 7 كيلو وتحت 3 كيلو. مهم. وبرضه قد ايه لو بالذات ما فيش رياضه، قد ايه من العضلات نزلت؟ يعني احسبها، انت متخيل مثلا الفخذ فيه كام عضله، والبطن فيها كام عضله؟ مم. دفنت الفخذ الاطراف اكيد العضلات بتاعتها اكتر بكتير من اللي موجوده في الجسم، مم. صح؟ انت بتاخد مثلا بتروح جيم مثلا، مم. تمرينة الرجل اخبارها ايه معاك؟ بتدوخني كام تمرين؟ كتير جدا، مم. كام تمرين بيخلصوش. للبطن؟ لا اقل بكتير. ده اقل بكتير. مم. هو ربنا خلق لنا كميه عضلات هنا كتير، فنزلت قد ايه من العضلات؟ تمام. مش بس ال 30 كيلو، حلو، نزلت 30 كيلو، نزلت 50 كيلو، قد ايه بقى درجه ترهل حصلت؟ فهو النزول التدريجي احسن بكتير جدا من ان انا انزل مره واحده، تعمل دروب جامد جدا، بلس انها تساوي على طول الاستئصال جروح، فما تعملش جروح. مم. انزل تدريجي وما اعملش جروح حتى لو فضلت مليان شويه. يعني مش يعني لما تيجوا تخسوا جامد، مش شطاره ان انتوا تخسوا جامد في وقت قليل. انا مش ميزان، انا بقيس مقاس. حلو، انا التارجت بتاعي إيه؟ انزل ميزان ولا السايز بتاع هدومي يفرق؟ مش حد بياخد كل حاجه، عمل حاجه على حسب هي عايزه ايه او هو عايز بالظبط. ايه. حلو، انا لو النهارده انا عايز ابقى، كنت مثلا 150 كيلو وعايز ابقى 80، حلو، يبقى انا التارجت بتاعي واضح. في حد يقول لك لا انا بلبس 3 اكس لارج وعايز البس لارج، عايز البس ميديوم، مم. متفقين؟ واحد زي يقول لك لا انا بلبس لارج ومبسوطه وجميله بس عايز ابقى ميديوم، اوكي، اكس لارج بس وابقى هو ميديوم. معلش، هو ان انت تنزل من 150 ل 80 ده تمام، يعني ده ممكن يحصل لو كافحت جامد، لكن انك تنزل من 3 اكس لارج. اول ما تلاقي حد مكافح بالمنظر ده هديله انا هديه مش هيحلم بيها في حياته. لا في، طب في بس بايه؟ قليلين. بايه؟ بعمليات. لا بدايت لا 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 وتمرين بدايت وكده. بس يعني نزل 70 كيلو بدايت. مش 70 كيلو، يعني مش لازم اخوك 70 كيلو اخوك يعني، من بس 2002 جراح تجميل، بس لا متفقين؟ عادي، في ناس بتخس بال 40 كيلو مثلا 40 كيلو بس برضه على مدار قد ايه؟ سنه ونص وحاجات كده. بالظبط كده، طيب نزل 3 كيلو في الشهر. طب ماشي بس سنه حلو، ونص ان انا مش اخس، يعني 70. برافو يعني. والله ولو كمل، لو كمل فوق الفتره دي هتلاقي ميزانه ثابت. مم. يعني طب مش انتوا 40 بقى 50 بقى 60 بقى 70، لا هتلاقيه بعد شويه كده ميزانه ثابت، خلاص العضلات هتبدا تقفل بلاتو. النفس. البلاتو فيز. طب انتوا توهتوا سؤالي دلوقتي. انا بقول انا في وجهة نظري وانت تصلحني لو انا، هو سؤال يعني، انت ممكن تنزل من 150 ل 100 يا سيدي، حلو، تمام، وعامل دايت وشغال على نفسك وكده، ده تمام، لكن انك تنزل من 3 اكس لارج لميديوم، هو العظم والعضلات مش ليهم مؤثر في ده. هينزلوا معاك. يعني انا مثلا مهما خسيت عمري ما هلبس ميديوم، لان انا يعني عريض، هو العرض ما بيخسش، البون ستراكشر، العظم، تمام. ولا لا اكيد البوم ما ما ينزلش، بينزلش. اه البوم ما فانت ينزلش في كمقاس، مقاسات، يعني ما ينفعش بس ده انزل البس نستنيه. سمول مهما خسيت في حياتي، وتلبس لان السمول، ما انا انت هبقى حلو لوح. ومبسوط اهو زي حبيب قلبي الفل. تسلم لي والله العظيم، انت راجل زي العسل. بس الامكانيه مش موجوده، لكن في الخسسان على الميزان الامكانيه موجوده. انت برضه خلطت بين الاثنين، انا مقاس ولا ميزان؟ ما انا بقول لك الفرق، ما انا حلو بحكي على الاثنين دلوقتي. حلو. ان الميزان تمام، كل الناس تقدر تشتغل عليه لو عرفت وتوصل اللي هي عايزاه، لكن مقاس انا شايف فيه بلوكس، في حاجات تقدرش تعديها. طبعا. ماشي. مقاس ايه؟ اول اصل انت مقاسين قلت عندي 3 اكس لارج للارج ده برضو. 3 اكس لارج بلبسه عشان بطني كبير، مش عشان كتافي عريضه. انت ما قلت انا بلبس النهارده اكس لارج او لارج عشان ايه؟ مش عشان بطنك كبير، عشان كتافي عريضه، فده فريم. يس. متفقين؟ انا بلبس 3 اكس لارج عشان بطني كبيره، ماشي، مش عشان كتافي عريضه ده خالص. يعني اصل انا بلبس عشان كتافي عريض ده. طب عايزين انت بتقولي ان انت عملت كده، عملت كنت بتشرح الجهاز للناس اللي كانت جايه من ليبيا، صح؟ وكمان اللي انت بتقول انت اشتغلت في العراق. مهم. هو احكي لي كده انت الدوره العربيه اللي انت عاملها. بص الفكره، الجهاز لما جه، حلو، اكتر منطقتين عندنا فيهم اصابات حروب في المنطقه العربيه حوالينا، حلو، كانت ليبيا
ودول جم دكاتره من ليبيا عندنا هنا في مصر، لما سمعوا عن الجهاز جم يتعلموا هنا، ننقل العلم من هنا. حلو. ماشي. جم قعدوا معانا تقريبا 3 ايام على مرحلتين، يعني ويف وبعدين ويف وبعدين ويف. دول اتعلموا واوريدي بداوا يشتغلوا هناك وبعتوا لنا الحالات بتاعتهم وعاملين نتائج حلوه جدا. تمام. متفقين. العراق كانت القصه غير خالص. ايه بقى؟ العراق انا رحت، كنت بتكرم هناك في اربيل، كنت هبقى سفير التجميل في الوطن العربي. حلو. القصه دي ليها قصه ظريفه جدا. من ايه مين؟ ده؟ إيه؟ ثواني، سفير التجميل في الوطن العربي المفروض خلاص ده 25. 25 ده مين اللي بيدي جمعيه كده هناك، جمعيه اسمها جمعيه السوسن. متفقين نقول اسامي عادي، ما فيش ازمه يعني. عادي. خلاص اوكي. جمعيه السوسن دي هي كانت حاجه ظريفه جدا. انا المفروض يعني بياخد السكند اوبينيون بالنسبه لسفاره العراق. حلو. في حالات التجميل. يعني ايه سكند اوبينيون؟ يعني لو عين فيه مشكله ومحتاجين ياخدوا فيه سكند اوبينيون، راي طبي تاني. ها. حلو. فبيرجعوا لكونسلتنت استشاري. ماشي. ماشي. فالمهم كان البدايه خالص ان انا عملت حالتين او 3 من اللي هم كانوا بياخدوا فيهم سكند اوبينيون، اوكي. الراي التاني. وربنا كرمنا فيهم جدا وبقينا اصحاب ومعارف فتره طويله جدا، مثلا 3 4 سنين. ماشي. انا ما كنتش اعرف خالص ان حد من المؤسسين للجمعيه دي واحده من اللي انا عملته. ماشي. فدعيتني هناك، وبالمره وانا هناك راحت مكرماني. كانت مفاجاه لطيفه جدا ان انا كنت موجود هناك، هم داعيني هناك موجود ان انا افتح مركز شغل هناك ليا. مم. فدعيتني في يوم هناك وراحت بتكرمني، بتديني سفير التجميل في الوطن العربي. حلو. ظريف جدا. كانت الدنيا لطيفه جدا. وانا هناك سالوني على الجهاز ده، تمام. فوصلتهم كونتاكت بالشركه. تمام. حلو. وبعدين كان الراجل دوت موجود في بغداد مش في اربيل. اربيل مفصوله شويه تمام. عن الباقي، زي مثلا آه. بورسعيد بتاعتنا زمان مثلا كده. مم. فاوريدي كان موجود هناك الوكيل بتاعهم كلمني، جينا عملنا كورسز 2 كورسز هناك اشتغلنا عليهم. الناس بدات تشتغل هناك في المنطقه اللي هناك، كان الاصابات هناك فعلا كتيره وعنيفه جدا. مم. اشتغلوا بيها، عاملين نتائج اقل شويه من ليبيا، بس اوكي يعني هيرقي نفسه بعد شويه الجهاز دوت. تمام. لكن الدنيا ماشيه بيهم حلوه جدا. فالعلم هيغزو، هينتشر غصبا عننا. ما تقفش مع الماء المشي. وانت بتفكر، انت بتقول انت بتفتح فرع دلوقتي في في فرع اربيل ان في شاء الله. اربيل، ان شاء الله. فهتبقى بتروح وتيجي ما بين مصر واربيل يعني على طول؟ والله مش على طول، ربنا كرم كده نبدا هناك وربنا يسهل ان شاء الله. بس لا، انا هنا مصر دي، انا راجل بقى وطني، مش يعني انا ما بسافرش، انا قاعد هنا. قاعد هنا جنبك كده، ما بتحركش كتير. بقول لك ايه، فاكر السؤال اللي انا كنت بقول لك على الاجهزه اللي هي بتتعمل وبعدين على حسب ثقافه البلد ممكن يجيبوا جهاز ما يجيبوش جهاز وحاجات كده؟ عمر حد، واحده او راجل او ست، دخلوا لك العياده وطلبوا منك حاجه وما كانتش متوفره في مصر كلها؟ عمليه معينه او حاجه عمليه معينه؟ لا، اجهزه ممكن، بس هو عامه يعني مصر من الدول متقدمه جدا في جراحه التجميل. ده مش هزار. بس ايه اللي مش موجود فيها؟ شويه ما كانش موجود بعض الاجهزه بتاعت الشد، بس بقى موجود دلوقتي. بس انا اسمع ان الستام سيلز في مصر لسه مش فيفو هو بقى، عيب عليك، انت سابق. لا بس في اتكلم بمنتهى الثقه. احنا قلنا بقى ان ده بتاع ربع بس، ربع واتكلم، وانت هتبقى مبسوط جدا. اكتر بتاع حروق والقدم. هيشتغل على كل حاجه دلوقتي. بص، يعني ممكن اروح يبقى عندي شعر ناقص في حته فاروح اقول لك موجود. ده موجود، ده اعلى جهاز في العالم موجود في مصر. ممكن يبقى كتفي في مشكله وجعني. شفت بقى؟ فاكر لما قلنا في الاول خالص الماده اللي بتضاف على الستام سيل؟ اه حلو. الماده كل حاجه ليها حتتها. المواد دي بقت تبقى موجوده عندنا خلاص، بقى ليها وكالات. هي اصلك ما ينفعش تجيب النهارده فايلين من بره وتيجي تحقنهم في مصر، مفيش حاجه اسمها كده. لكن ده بقى موجود عندنا. خد بالك، مصر في الشرق الاوسط وفي العالم ليها رانك محترم في الطب. حلو. امال احنا لما كنا في دبي كتفي يا جماعه، انت جبت ست الكتاف وجعني والله العظيم. بس فاكر لما كنا في دبي وكنا عملنا ستام سيلز كانوا قاعدين بيقولوا ان هي والفايلز دي لسه مش موجوده في مصر. ما كانش الستام سيلز، كانت الاكزوزومز. ايوه صح، موجود يا بيه. اللي هتحتاس فيه قول لي. موجوده من وكاله ابروفد. اه خد بالك مصر يعني بغض النظر، مش بهزر والله. بس عشان احنا الميديا متفقين. انت عمرك ما هتسمع في دوله في العالم على اهمال الطب المستمر. عمرك سمعتها في حته في العالم؟ قريت اي جورنان او نزل اي بوست في دبي ولا في تركيا ولا في انجلترا عن اهمال الطب المستمر؟ اهمال الطبي المستمر او الاهمال الطبي. اسمعها في مصر ليه؟ ده انت متخيل ليه؟ ولا حاجه. انت مفيش حتى بتسوق دكاترتها زي عندنا. متفقين؟ انت ابنك النهارده عايز يطلع ايه؟ لعيب كوره.
يعني مش هتطلع معناه ان لعيب يوتيوبر الكوره بصراحه. هو ماشي بس اوكي، بس انا قصدي في الاخر افري فاميلي لازم يبقى فيه دكتور، لازم يبقى فيه حد ريفرنس. انا فاهم قصدي، لازم ريفرنس. ممكن ابقى النهارده بانكر ريفرنس، يوتيوبر ريفرنس، صح؟ انت في شغلانتك فيه وفيه، صح؟ اي حاجه في الدنيا كده. انما في الاخر اللي بيشد الدنيا ايه؟ حتى مش انت المفروض عايز ابنك فيها، واخد بالك؟ فالاجهزه ديت باختلاف التقنيات موجوده عندك. طبعا الحصول على الوكالات في دبي مثلا او في لبنان والحته دي اسهل بكتير من مصر. حلو، بس في الاخر انت مهم ليه؟ لان انت ماركت كبير. وانهي اغلى بقى بالنسبه للدول العربيه كايه؟ في عمليات التجميل او في عالم التجميل؟ مصر ارخص، وات ايفر انت جراح غالي او لا، بس في الاخر مصر ارخص طبعا. مصر ارخص من Definitely. ارخص في الوطن العربي كله. المهاره الاساسيه في جراحه التجميل ايه؟ بتعتمد على مهاره الجراح. حلو. مصر من الدول اللي ليها رانك تقيل جدا في الوطن العربي لعدد العيانين اللي موجودين، ان كان مصريين او ان كان عرب. احنا لينا أوكي. كاستمرز ثابتين من الدول العربيه. بيجوا لك بقى يعني في Definitely. ناس بتسافر وتجي لك مخصوص عشان تعمل حاجه وترجع تاني، ديفنتلي طبعا. عشان الشطاره ولا عشان الشطاره والسعر؟ في الاول زمان كان عشان السعر، دلوقتي لا خالص، دلوقتي عشان بقى الشطاره. الشطاره يعني لا، ممكن يبقى الشطارة. هنا في عمليه معينه اغلى من هناك بس يجي لك برضه لو هو مقتدر يعني. ديفنتلي عايز تعمل عمليه تجميل على تبقى مقتدره، يعني ما في التجميل من الرفاهيات مش من طب في عالم التجميل في الاندر جراوند زي مسلسل اشغال شقه جدا، شفت الحلقه دي ديفنتلي لما موجوده طبعا. راحوا الواحد ديفنتلي دي حاجات اللي هي بقول لك يعني وفي منهم شاطرين ولا ده خطر؟ الغلطه بفوره. غلطه بفوره، ده ما هي بس في مشكلة منهم بس. شغالين. شغالين حاجه وشاطرين حاجه تانية. حلو. انا هبيع النهارده المايك ده ب 100 جنيه. طب معلش انا اسف، انا فاهم انت عايز على تروح فين. ايه المشكله عند الدكتور الاندر جراوند؟ هل هو مش دارس زيك فمش شاطر زيك، ولا بيستعمل حاجات رخيصه فبالتالي مش ابروفد عالميا؟ المايك ده ب 1000 جنيه. ماشي، حلو. اغلى بس ماشي ب 1000 جنيه. ماشي. طب اقول لك بس انا هبيعه لك ب 100. انا ايه؟ الراجل ابن حلال. مش هتشتريه. نفس المايك هو يبقى انت خسران. لا يبقى لا اكيد انا مش يعني وانا اكيد مش خسران. اكيد جايبه يا اما مستعمل، يعني اكيد في حاجه يعني. او سرقوا او السبير بارتس بتاعته مش موجوده، مش محترمين. المهم انت مش هتلاقيني تاني. انت مش هتلاقي. انا هبيعه لك، مش هبيعه لك تاني. لا اختلف معاك خالص. انت هتديني المايك في الاخر السنهايزر الاجمد مايك في العالم وانت بتقول اصلي ومش مضروب. انا ما قلت اقول لك زي ما اقول. المهم انت خدته في الاخر، جيت اشتغلته ما اشتغلش، او بعد شهرين باظ. انت ليه جايبه احسن مايك في العالم؟ عشان انت احترمت شغلانتك، صح؟ دكتور التجميل لازم يحترم شغلانته ويحترم العيان بتاعه. انت مش بتبيع سلعه رخيصه، لازم تحترم عيانك. اشتغلوا في مكان كويس، اديله خدمه كويسه بانضف ماتيريال، هتطلع نتيجه كويسه. بس المنتج في منه مضروب. مصر من الدول اللي عامله ريجيليشنز جامده على المنتجات المضروبه. حلو، بس ستيل لسه في اندر جراوند. مين بقى اللي بيعمل المضروب ده؟ بلاد تانية ولا احنا عندنا هنا ممكن الاثنين؟ واو. ما انت سبلاير. بس ده بيبقى دكتور بقى هو اللي بيعمل، صح؟ لا بس مش حاجه معتمده يعني. ممكن يبقى لا مش دكتور دكتور عادي. مخازن ادويه. انت ما سمعتش عن مخازن ادويه؟ قصدي واحد دارس يعني عشان يعرف يعمل. بس كيميائي تحت السلم يعني. طيب احنا في سنه من 2008 لحد 2010 كان الجل بتاع الشعر، الجل الشفاف ده كان بيتحقن عليه فيلر عند الكوافيرات. ما تهزرش بس يعني والله بجد والله. والله بجد دي واقع حصل. وبعدين وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كميه والشفه بتكبر يعني ولا مش بتبوظ يعني؟ دول اتدمروا يعني. وكان في مراكز هنا وقفلت عندنا. ايوه بس كانوا بيحطوا جل في شفايفهم ويطلعوا من يطلعوا من الكوافير، يطلعوا مبسوطين وبعد كده يحصل المشكله. بس انت عارف انا فاكر فقره الكوافيرات دي ان بقت الكوافيرات ان البنات تروح تعمل شعرها وتعمل فيلرز او بوتوكس. هو ده مقبول. يعني انت النهارده عندي احلى كوافير رجالي في التاريخ. حلو. وجيت قلت لك انا عندي ماده النهارده هحقنها لك، هتجيب لك نتيجه، هتعمل لك نضاره وهتطلع لك شعر. انت ايه رايك؟ هتعمل مش ان الحلاق يمسك حقنه ويحط؟ لا طبعا. ايه رايك؟ ده في غلط. طب ده بيحصل. طب ايه حل حاجه زي كده لما انت تبقى مش مقتدر وعايز ينولك من الجمال والحب جانب؟ يعني هي الست مثلا بتبقى في المنطقه الشعبيه، هي عايزه تعمل فيلر زي اللي بتشوفهم في المسلسلات. حلو جدا. ايه حلها وهي مش مقتدره؟ هل ليها حل؟ ليها حلول طبعا. ايه بقى؟ في المواد المحترمه من والى
في من اول السرنجه مثلا 1000 جنيه لحد السرنجه 14000 جنيه. ده ليه استخدام وده بس ده فيريفايد وده مش فيريفايد. ده بيقعد فتره اقل وده بيقعد فتره اطول. ده منتج ما يسببش حساسيه وده منتج فيه احتماليه انه يسبب حساسيه. لحد دلوقتي احنا بنتكلم في الانواع الكويسه. الانواع المضروبه لا موجوده طبعا ديفنتلي في كل حته. فانك تشوف المنتج نفسه والسرنجه ما تبقاش سرنجه كده شفافه فيها ماده شفافه، لا بتتفتح قدام عينيك. مش طبعا اللي ده كان زحلقه مش يعني زحلقه ده يحط بالظبط عارف كده. الكيس اللي هو بياخده من الكشك يقوم حاطه في السرنجه كده. ديفنتلي ده موجود. طب ايه في مصر في الثقافه بتاعتنا اكتر حاجه بتطلب في عمليات التجميل الجراحيه او غير الجراحيه من الست ومن الراجل؟ ايه اكتر حاجه هنا بتطلب واكتر حاجه هنا بتطلب؟ طيب عمليه التجميل في مصر او اللي بتجيلنا عندنا في العياده في الرجاله غير الستات شويه. الرجاله اكتر عمليه بتطلب التسدي، ده رقم واحد. اه دي اللي كنا بنتكلم عليها في الاول. بنتكلم عليها ياه في الاول فعلا. 40%. حلو. يليها الانف، مم. يليها شويه الشفط او السكس باكس اللي بتعمل. حلو. الستات غير. الستات المين عندنا حسب المرحله العمريه. لو صغيره خالص ما قبل الزواج رقم واحد بتبقى نحت او تكبير ثدي. بعد الجواز ورضاعه وحمل اوكي بتبقى ايه؟ نحت او شد بطن. والثدي بقى يا بنصغره يا بنكبره على حسب هي محتاجه ايه. دول بالترتيب المين. مم. بعد كده اي حاجه بقى ممكن تتعمل مفيش مشكله. الرجل ماشي، نقل الدهون من والى برضه ماشي اوكي اكسبتد، بس دول اعلى رانك العمليات. دول وفي 4 لواحد بالنسبه لاي حاجه. كنتش متخيل خالص ان يبقى تاني حاجه في الرجاله الانف. ده ازاي؟ المنطقه العربيه مم. عندنا احنا بنعتز جدا بالانف. انتوا ليكوا في الادب طب ايه في الادب. في الشعر في يعني. الشعر في الشعر انت دخلت في محترم ليك في الاحترام. اللي دخلنا فجاه في لا الادب. لا العرب كانوا بيتباهوا دايما بالعزه وعزه النفس والكلام ده، وكانوا بيتكلموا على رفع دايما ده رفع مناخيره للسماء. مش هتلاقي المثل ده في ولا حته، احنا دايما عندنا كده. فالانف لا عندنا مقياس غير ان هو مقياس جمالي. هي اي حاجه في الانف كونسيرن جامد. ديفنتلي الرجاله اكتر من الستات الحقيقه في قصه الانف. طب وزرع ايه الشعر بالتساوي ايه برضه. يا كيمو، ايه رايك في يلا الموضوع؟ بينا. خش لي كلوز اب كده يلا بينا. قال لك التنمر هو اللي بيخلي الواحد. انا مش بتنمر، انت حبيبي، انت اخويا، يلا بينا. انت اخويا. لو ببلاش يلا. والله لو ببلاش لا. طب عندي سؤال اخير قبل بقى ما نخش على السيره الذاتيه. في دلوقتي اليومين دول حقنه بتدوب الدهون. سيبك من منجرو والكلام اللي هو اللي احنا خلاص ده هرسناه. في حاجه جديده حقنه بتدوب الدهون، هل ده حقيقي؟ هي مش جديده، هي موجوده من زمن الزمن، بس في نقطه بقى. قد ايه من الدهون انا محتاج ادوبها؟ حلو. حلو. اشرحها لي بقى، دي شغلانتها ايه وبتتعمل ازاي وبتعمل ايه والدهون دي بتروح فين كده؟ الدهون دي الجسم بتاعي كاني بخس. الدهون بتروح فين؟ بتنزل في زي ما في عندي شريان ووريد عندي وعاء حاجه اسمها ليمفاوي. مم. حلو. ماسوره تانية في الجسم كده. الدهون دي بتدوب وتروح فيها. متفقين؟ حقن تخسيس الدهون وبتطلع بره الجسم. بتنزل مع مم. البول. حلو. متفقين؟ نقطه بقى. اي حاجه بطن مثلا هقول لك انها هتخس بحقن، ده كلام فارغ. امال ايه بقى؟ امال هي بتستعمل امتى؟ تستعمل في احتياجات بسيطه جدا، وابقى انا عايز انزل درجه صغيره جدا. كاني زي كيس الدهن يعني، اعتبر ان هي حاجه منطقه صغيره جدا. مم. او عملت شفط ومحتاجه تاتش اب. لكن مش هتلاقي، احنا اتفقنا بقى احنا ناقلين علم، مش هتلاقي اي ساينتفك يعني مجله علميه نشره لك ان الماده دي تحقن منها قد كذا تدوب قد كذا. ده مش موجود. ده احنا بنستخدم مال براكتس عندنا هنا في مصر بتحصل. دي مم. غلط. مش بسهوله قوي كده ان حد يبقى النهارده عايز اشفط مثلا 2 لتر اقدر 2 لتر دهون. الدهون بتتقاس بلترات. اوكي حلو. الدهون مش بالكيلوات، الدهون لترات. ماشي. نو واي انها تنزل لي بحقن. تنزل بدايت ماشي، ماشي، تنزل بشفط ماشي اوكي. انما تتحقن فتدوب 2 لتر او لتر، نو واي. حلو. حاجات صغيره جدا. اللي هو قد 100 ايه بقى؟ سم، 200 سم. ده اللي هو قد ايه الكوبايه اللي انت بتشربها دي 250. يعني نص الكوبايه. دي بس 250. الكوبايه دي كبير يعني قصدي لو الشخص فعلا عنده حته صغيره قوي ممكن يستعمل الحقنه دي وملهاش جوانب خطيره حسب بلد المنشأ ديفنتلي بتاع الحقنه. طبعا. مم. ماشي. بس في الاخر مش من النتائج المرجوه قوي. بمعنى يعني مش احسن حاجه. ليه؟ علشان انت مش هتلاقي برضه نفس الكلام. ال 200 مللي دول مش هيعملوا اي حاجه.
يعني البنطلون بتاعك ده مثلا انت النهارده كلت في رمضان والدنيا حلوه معاك في الحلويات، فالحزام بتاعك رحت موسعه عروه، نقلت نقله كده. مم. حلو. دي 2 لتر مش 250. فده مثلا ممكن يبقى حد مش ممكن يبقى حد، خلاص تقول مش ممكن يبقى بطولة حد. كمال اجسام مثلا وعنده حته لا دول عايز. بياخدوا فات بيرنرز. يعني كمال الاجسام دول بياخدوا فات بيرنرز، ادويه تحرق الدهون من جوه وبره، دي غلط، ده مش ايوه، ما هو مظبوط. اللي اخترع الحقنه دي اخترعها لان عليها طلب وليها لازمه، صح؟ او اشتغل، انا ببيع، لكن في الاخر دخلت في مقاس ميزان علمي. يعني هتحضر مثلا النهارده مؤتمر علمي محترم كريدت او يعني معتمد او غير معتمد نتكلم فيه على الحقنه دي، ده نو واي، مش هتلاقيها بس هي اصلا. ممكن تستعمل مش اشتغاله بعد العمليه لو في حته حته صغيره محتاجه تاتش مطب اب بتاع تتعمل، حته عند الركبه عايزه فضله، حته عند الركبه هي اللي زايده، حته كده في جدار البطن من الاخر، مثلا بطن اول ايوه، في ولاده. حته كده يا دكتور فوق الركبه هنا كده فجاه بتلم. تعال نجرب انا وانت، ولو ده ده عملت ايه ده ده؟ هعمل لك حلقه مخصوص دي مخصوص ايه دي مخصوص. والله؟ دي بدايه عضله، خد بالك. اصلا انا بدايه طلعت عضله. معضل لا يعني. دي بدايه لا، ماشي، ده انت كمال اجسام. عارفها. عارف طبعا. في الحلقه حته الجايه كده فجاه بالشرطه. بتلاقيها ايوه ايوه. فوق الركبه كده بتلاقيها نزلت كده، تحسها تخينه. بس دي لما بقى الدنيا يعني بتروح في 60 داهيه خالص او يعني. بيقول لك عضله، بس انا لما بتشد العضله لا، هي مش موجوده لا لا خالص، لا، بس بالعكس. الحته لما اللي انت بتتكلم عليه ده، لما حد بيكون يعني بقى الدنيا فتحت منه على الاخر. لا انا بتكلم عن نفسي. انت عليك شخصيا احنا يعني. بنكشف، اصبر بس. احنا دلوقتي بنكشف. يعني انا دلوقتي لما بتكلم بجد والله، انا دلوقتي انا شدد رجلي، ما تقدرش تمسكها اصلا، جلد حلو. بس. لكن لما ابقى سايب وواقف عادي كده، في حته جديده كده بقت نازله سيكه كده. لا في دهون ما بين العضلات، دي قصه تانية دي بقى خالص تروح بقى. بالحقنه. مش دايما. ماشي خلاص، ما يعني بص استفدناش بص حاجه من ام بص مش الحقنه دي. دايما. مش دايما، انت برضه عايز تزود عايز للحقنه. اعرف الحقنه دي لا لو ليها هتدي لازمه. نصيحه عامه يعني نصيحه كده كفريم، استخدام الحقن المذيبه للدهون في التجميل شروطه قاسيه جدا ونتائجه مش احسن حاجه. أوكي. بس ده لكن باختصار شديد. شروطه ولازمته اكتر في حنتفه ما بعد العمليات. لو احتاجناه. ده تمام فل بقى، ده لو ما فيهوش. احتاجناه لو احتاجناه. ماشي. يعني دي اللي باشراف طبي ريجوليشن، مفيش هزار فيها بقى دي، لان الماده دي لازم تتحلل بتركيزات معينه قوي مم. علشان ما يجراش منها اي حساسيه زي اللي بنسمع عنها. ده بنشوفه كتير جدا في العيادات دلوقتي، المال براكتس، الاندر جراوند زي ما انت كنت بتقول، بنقابل الكلام الفارغ ده كتير جدا. تعمل مطبات تلاقي حته دابت وحته تانيه ما دابتش، او حقنت 12 جلسه يا دكتور ما جابتش اي نتيجه. ما هو طبيعي مش هتجيب نتيجه اصلا. يعني ما مم. تخش عليا النهارده مثلا مريض او مريضه في العياده، انا اصلا جايه لي مش هنفعها في حاجه، دي محتاجه جراحه سمنه، تدبيس او تكميم، وبتستخدم بقى لها سنه حقن تداوي بالدهون. الاستفاده عباره عن صفر. انت ضيعتي وقت حضرتك وضيعتي فلوسك، انت مش عينتي اصلا، انت عينت بارياتريك. ده بنشوفه في العياده، بنشوفه كتير في العياده. هو المريض بيروح للدكتور يقترح عليه في العلاج، مش المريض اللي بيقترح على الدكتور العلاج. مم. يعني ما ينفعش يجي لي عيان النهارده انا شايفه اوفر ويت، مم. وزنه عنده سمنه مفرطه، واجي اقول له انا هعمل لك شفط دهون، او يقول لي انا عايز اعمل شفط دهون، انا مش هفيدك. ده العيان اللي بتقول له لا وبتنصحه لله فعلا، حضرتك لا انا كنت عند فلان وفلان وفلان ومتفق معاه يعني. ده مش عيان، انت مش عياني اصلا، انت مش هتستفاد. حضرتك فايدتك مش عندي، مش عندي يا مزاجنجي، بص عند التاني مش انا. مم. اول الشارع. طب احكي لي انت اصلا إيه اللي ابتديت الرحله دي في ليه اصلا دخلت فجاه قصه البلاستيك سيرجري دي كلها ليه؟ ده بقى دي قصه ديت، ده كرم ربنا على اخوك ده. بص يا باشا، انا انجلش سكول اصلا من الحضانه لثانوي، مم. وبعدين دخلت كليه الطب كده، كانت رغبه اهلي وكانت رغبتي برضو ان انا ابقى اطلع دكتور. كان نفسي في الاول ابقى دكتور نساء، مم. وامتياز كله حضرته في النساء تقريبا يعني. وكنت بولد وكنت مبسوط جدا بحياه الدكتور النساء، لما ننزل في الحوادث والكلام ده حلو. وبعدين بيبقى عندنا في قعده في الاخر كده حاجه اسمها قعده النيابات، قعده النيابات اكوردنج للترتيب. يعني بتبقى مثلا انت الاول وانا الثاني بس مثلا الخامس، فخلاص بنبتدي نوزع الشغلانات علينا. مم. فجي لاخوك في القعده دي ان انا اطلع جراح قلب وصدر. مم. متفقين. تمام. وبعدين بيحسبوا هم حاجه تانية اسمها حساب تراكمي، يعني تاخد يعني الجنرال او الميجر بلس الماينر، بتديك حسبه كده فيها. فاخوك راح تجميل، ده كرم رب، ده كده دي اراده ربنا خلاص. ده 2002. مم. كنت في عين شمس 2002. 2002 لحد 2006 لحد ما خدنا الماستر. تمام. دي اول شهاده، دي ما تكفكش في الشغل خالص. متفقين. وبعدين بتبقى ملتزم بمنتور ليك، لازم حد يقعد يعلمك تكمل علامك.
الاسطى بتاعك الجراحه اسطى وصبي بسهوله جدا، اسطى وصبي. الاسطى بتاعنا ده خدنا علمنا مثلا 5 6 سنين كمان، ده كنا معاه بقى صبح وليل وظهر وفي كله، ده موجودين احنا معاه. ده الراجل ده يعني بص جزمته على دماغنا يعني. انا كان ربنا كرمني كان عندي 2 منتورز، ده كرم ربنا برضو الكبير جدا على، يعني 2 كانوا من علماء التجميل فعلا في مصر والوطن العربي فعلا. اخوك كان معاهم، كنت كل حاجه فيهم دول بقى بساعدهم، وعياداتهم وعلى المستشفيات كل حاجه فيهم دول. وبعدين ربنا كرمني الحمد لله ورحت مستشفى عندنا هنا في مصر اسمها مستشفى دار الشفاء. مستشفى دار الشفاء جزء منها حكومي وجزء خاص. المستشفى دي احنا كملنا فيها كل العالم بتاعها واشتغلنا الحمد لله لحد ما خدت الدكتوراه. الدكتوراه خلاص انت كده انت فيريفايد انك تشتغل. الماستر مش فيريفايد انك تشتغل شهاده عمليات كبرى اصلا. العمليات متقسمه صغرى متوسطه كبرى، لحد الصغرى والمتوسطه تعرف تشتغلها وانت بالماستر. اكتر من كده خطر، انت مش مصرح ليك، ده مش قانون وائل، ده قانون نقابه الاطباء. هم. وبعدين بتبقى بعد الدكتوراه خلاص بقى بتبقى استشاري. خلاص ربنا كرمنا بقى الحمد لله من عياده في الاول خالص كده في شارع بورسعيد في الظاهر، كرم ربنا علينا، اتنقلت بعد كده عياده تانية في مصر الجديده لحد ما الحمد لله عملت السنتر بتاعي الحمد لله في المرغني. اوكي. بدانا بقى القصه دي الحمد لله كده، ديت كرم ربنا علينا فيها كبير قوي. اشتغلت في العياده دي حوالي مثلا 10 سنين ولا حاجه شغالين، وفتحت فرع تاني ان شاء الله في الشيخ زايد، هيبقى قريب جدا ان شاء الله موجود هناك. وبقى شويه ممكن انا ما حبيتش السفر خالص، هم. فرص السفر كانت موجوده، حتى كل ما اروح وابدا البروجكت اوصل لحد بص الفاينل وانا اتراجع، اوصل لحد اللي خلاص هفتح. رحت السعوديه وكنت هفتح خلاص الفرع هناك وخدت الشهادات والاجازات وكل الكلام ده كله، وبعدين لا انا ما انا راجع، انا ما هم. هوم سيكنس بقى، تعلق بالعيله، ارتباط عائلي، انا هنا في انا قاعد هنا الحمد لله وربنا كرمني من واسع الحمد لله. هم. ده باختصار كرم ربنا بقى في الجيرني الطويله دي. بقى في النص بقى مسكت شويه اداره، مسكت شويه اداره دار الشفاء، ودي برضو كانت جت من كرم ربنا كده على اخوك. ومن الاداره ديت عطلتني شويه عن التجميل، هم. يعني صاحب بالين كداب، متفقين في دي. لحد ما خدت شويه مساعد وزير، اول ما خدت مساعد وزير اعتذرت، ما قعدتش فيها شهرين 3 اصلا. كنت بعتذر تماما ساعات، مش عارف مش عارف اعمل عمليه، مش عارف احضر عياده، اجتماع من اجتماع من اه اجتماع من طب اجتماع، اكيد مفيش يعني. نو واي. انت في التجميل احنا اتفقنا نص الشغلانه فول اب، اه فصعب صحيح. قوي صعب هم. قوي دي. نو واي، النهارده عندنا اجتماع فلغيت العياده، عندنا اجتماع فلغيت عمليات، طب العين بقى اللي عملنا له العمليه دي الحق. فده الحقيقه كنت لازم اختار ساعتها، كنت لازم بقى اختار، انا وائل اللي اختار. فربنا كرمني الحمد لله واخترت، وشايف ان اختياري ده كان اكتر من رائع بالنسبه لي الحمد لله. رجعت تاني جراح تجميل زي الفل، السنتر بتاعي شغال الحمد لله، شغالين حلو، نتائجنا الحمد لله حلوه. حلو قوي. طب بتنقل من مستشفى لمستشفى النهارده، ده بنشتغل الحمد لله في احسن المستشفيات اللي في مصر كلها. الحمد لله احنا رانكت فيها كويسين الحمد لله، الريت بتاعنا الحمد لله ماشي كويس، عيننا من جوه ومن بره الحمد لله شغالين برضو حلو جدا. السؤال بتاعك بتاع العينين بيجي لنا النهارده فلوس ولا يعني فلوس ولا شطاره؟ زمان كان يقول لي عشان احنا فلوس، دلوقتي لا، انا ممكن يبقى سعري اغلى من دوله عربيه بس العين بتاعي احنا التجميل عائلات. بس انت بنيت اسم برضه وكده. التجميل عائلات، يعني انت بتاخد العيله، الام بالبنت بصاحبتها اه بخالتها، بيجوا لك التجميل بيقولوا لبعض. عائلات. مفيش حد يعني مش وورد مفيش اوف حد ماوث هيجي، بقى جامد. مفيش حد يجي لك سولو. عشان كده مع انت ان انا بحس التجميل اللي بيعمل تجميل بيبقى مش عايز يقول. في الستات يعني في عامه. لا، الرجاله بتقول، مم. الستات لا. ما احنا اتفقنا، بس الستات ما بيحبوش يخلوا لبعض قوي، احنا اتفقنا على دي، مش احنا اتفقنا دي في اول حلقه، ما نسيت اقولها لكم. الستات ما بتحبش تخلي بعض قوي بس هي بتبان. لكن في الاخر انت بتاخد العيله، يعني عيله فلان دي مثلا مع وائل، عيله فلان دي مع باسل، عيله فلان دي مع كريم، احنا عائلات شويه ماشيين. حلوه دي. صعب قوي صعب قوي ان حد يطلع بره عائلات معينه برانا، زي دي قليله جدا. الجوهرجيه كده. زي الجواهرجيه. انت وورد اوف ماوث اوكي. واضحه وصريحه، لان انت اللي جربها هي التجميل. بتحس فعلا انت بقيمتك وقيمه الخدمه اللي بتقدمها لما العيانه تيجي تعمل عمليه تانية معاك، او تجيب لك اختها او خالتها او صاحبتها تجيبها لك العياده. ده الساتسفاكشن هنا بيعلى قوي. فاكر لما في اول حلقه كنا بنتكلم هي فلوس، يعني ليه ما خدتش فلوس؟ انت الفلوس كده كده هتجيلك، كده كده فلوس جايه، انت رزقك ربنا كاتبه لك. متفقين؟ او بتسعى انك تبقى محترم، تشتغل محترم، فانت هتشتغل محترم هتوصل للنتيجه اللي انت عايزها، مش بشغل قليل ولا بعروض ولا بالكلام ده. العروض للامانه هي دي بترخص المهنه، يعني العروض في الاخر عامل عرض ليه؟ يعني انا اعمل عرض ليه؟ في حاجات ما فيش فيها عرض. هي البراندات في العربيات بتعمل عروض، عمرك شفت؟ ينفع اقول الاسامي عادي، ينفع اقول شفت عرض مثلا على مرسيدس، على مم. البورش؟ مش هتلاقي،
ممكن تعمل تقسيط على البورش، تقسيط على المرسيدس. تاخد اوكي، جنط هديه. تاخد جنط هديه. خد عربيه، خد جنط هديه. ما انت التجميل الجنط برضه بيعوض. تاخد جنط خد هديه. جنط هديه، خد سيليكون امبلانت وانت ماشيه. ديفنتلي دي نقطه مهمه جدا الحقيقه. الجري ورا العروض ورا السوشيال ميديا، هي حلوه، السوشيال ميديا حلوه، بس في الاخر العيان ما بيجيبش عيان. يعني دايما بنقسم عينينا لما تيجي تحسبهم على مدار سنه مثلا، هتلاقي ان انت 30% دول عينين انت عملتهم قبل كده، و30% جراحين زمايلك بيبعتهم لك، يعني جراح عظم، جراح مخ واعصاب، جراح بيبعت لك من العيان، تخصصات تانية بقى. تخصصات تانية بيبعتوا لك العيان. حلو. و40% دول سوشيال ميديا. متفقين؟ ال 40% قدام 60% مش وحشين، بس في الاخر في 60% لو انت خسرانهم، والله لو وصلت لقد ايه انت برضه بتجري في ال 40%. هي دي الحلاوه، ان انت تبقى النهارده موجود في المستشفى اللي كنت تتمنى في يوم من الايام تشتغل فيها، واخد بالك؟ موجود النهارده في وسط في بانتري بتاعت اوضه العمليات دي، ليها ريسبكشن، موجود فيها مثلا تجميل، جراحه، وعظم، قاعدين بنتكلم مع بعضنا كده، هو بيبعت لي حاله وانا بعت له حاله وانت بتبعت لي حاله، دي مش مصلحه، هي في الاخر انت بتبعت له العيان او بيبعت لي العيان عارف ان انا هيتخدم. فدي النقطه المهمه جدا، ان طبعا. انت الريسبكت، انت احترم شغلتك، احترم زمايلك، زمايلك هيحترموك. انما اسهل حاجه في البيعه ايه؟ لو عيان جالي النهارده رحت انا قايل له ايه؟ مين كذا اللي عمل لك الحاجه اللي كنا بنسمعه زمان؟ ايه اللي انت عملته ده؟ واخد بالك؟ دي مين غلط. النقاش اللي عمل دي لك؟ دي بتسمع بقى، بص، اي مصطلحات هتسمع، اي مصطلحات، ده غلط. الجيل ده ما بقاش موجود الحقيقه عندنا. احنا بالعكس، احنا بنتقابل وزمايلنا في التجميل، احنا مش اعداء، بالعكس احنا زمايل بنخدم بعض. السكند اوبينيون مهم جدا. ممكن ابقى انا في اوضه العمليات واخد من حد من زمايلي انه يبص معايا بصه في العين، او العكس صحيح. الراي التاني ده مهم جدا. الراي التاني موجود في الدين وفي الدنيا وكل حاجه، فمش موجود ليه في علم التجميل؟ التجميل مفهوم ان انا ما انقلش علم، والكلام ده غلط. لازم جيل ورا جيل. زي ما انا المنتور بتاعي في يوم من الايام كان حريص ان انا اتعلم كل حاجه، بالمناسبه واحد في الاثنين، مع ان ساعتها بقى انا كنت بساعده فانا بكسب منه فلوس. هو اللي قال لي، وقال انت لازم تفتح عياده واشتغل لنفسك، وانا مش هطلبك تاني في المساعدات. مش بزعل يعني، هو ما كانش زعلان مني، هو بيقول لي انت لازم تكبر، في خطوه جايه لازم تاخدها. هتتعب ما هو سنه. المنتور بتاعك في الاخر المعلم رشدان. المعلم رشدان، المعلم، وانا كنت من واحد من السلاحف، واحنا كنا 4 بالمناسبه. فده قال لي للامانه، ده قال لي كده، قال لي إيه، هتتعب سنه والفلوس عندك هتقل سنه، ولكن في الاخر انت هتبقى مبسوط. والحقيقه انا رايه لحد النهارده ديفنتلي مبسوط. هي في ايرا انت عطلت سنه، وبعدين ربنا كرمنا بقى الحمد لله. طب اسمه ايه بقى عشان نشكره في اخر الحلقه؟ عشان انا اشكر 2 في حياتي الحقيقه، الاثنين. ده بالسينيورتي برضه، عشان احنا بنحترم السينيورتي. دكتور حازم ماهر، ده استاذ جراحه تجميل عين شمس، واستاذ دكتور احمد الشحات، استاذ جراحه تجميل عين شمس. الاثنين دول منتورز في حياتي. اي جنيه بكسبه دول ليهم 90 قرش فيه. دول علامات في الطب في حياتنا، واحنا ستيل لحد النهارده عارفين بعض عائليا كويس جدا. دكتور التجميل بنعرف العيله، يعني عارف عيلتي وانا عارف عيلته، وعيالنا اصحاب بعض. دي جميله جدا يعني، بنتقابل ونتزاور والكلام ده. في وقت من الاوقات انت بتبقى مختفي. لما تبقى مسؤول النهارده عن عياده وحالات للدكتور مثلا 6 ايام في الاسبوع، فانت مختفي في البيت اصلا، انت مش موجود في البيت، انت كائن بيخش ينام بالليل لو روحت يعني. ده كان بياخدنا يعزمنا بمراتاتنا بعيالنا، عشان مراتاتنا ما تبقاش زعلانه. هو عارف ان احنا ما كانش ساعتها معانا فلوس. هو خد بالك انت اقرا، انت في الوقت من الاوقات كده كنت بتتمنى الحاجه بس مش معاك فلوسها. دلوقتي انت الحاجه دي مش عاجباك، انت بتنط الحاجه الاعلى منها. احسبها بقى، ده الكلام ده في شقه، في عربيه، في مكان عياده، في طبعا. لبس ايا كان، في رحله التطور بتسافر. الطبيعي. التطور الطبيعي. بس زمان انت ما كنتش تقدر. النهارده لا، انت بتتسلكت، بتختار، وبتختار الاحسن، بتختار الاغلى. دي نقطه مهمه الحمد لله جدا. نفهم دي هتلاقي الدنيا مشيت معاك مظبوطه. الفلوس كده كده جايه، كده كده الفلوس جايه، فلوس حلوه يعني الحمد لله. بس النقطه بتاعت الرضا، احنا مش في سباق، احنا علينا ان احنا نرضى. رضينا هتلاقي الدنيا مشيت بينا كويس جدا. مش معناه انك ما تسعاش للاحسن، بس خليك راضي. بس غير كده الدنيا في السهل منه، الدنيا في السهل منه. والاهلي لازم يكسب عشان نبقى متفقين، عشان انتوا زملكاويه تفهم ان عشان انت الاهلي لابس لازم. ابيض النهارده، لابس ابيض عمال يقول لي اهلي ومش اهلي. حلقتنا انتهت ونورتنا يا دكتور، وارجو ان انتوا تكونوا استفدتوا، مع انها 3 حلقه عن التجميل، بس انا شايف ان فيها كلام مختلف برضه. لا بقول لك الحته بتاعت الحروق دي خطيره. وسؤال حلقتنا النهارده، دكتور وائل قال كم مره كرم ربنا، وقال كم مره متفقين. كتير. دول لازمتين. هطلعها لك ريل لوحدها على فكره. متفقين كرم ربنا كرم ربنا.
ميرسي يا دكتور، ميرسي جدا نورتنا يا باشا، حبيبي. نورت يعني، اتشرفت ميرسي بيكم يا- فعلا، انا مبسوط ميرسي يا- جدا ان انا معاكم النهارده. والله مش واحنا رسالة كمان. نسكافيه، انا شربت كتير بس حلو فعلا. حبيبي لا انت يعني ده اتفضل حلو، براحتك تحت حلو. يعني. امرك، تحت جميل. امرك. ربنا يبارك شوف فيك. لنا حقنه بس من اللي بتدوي دي. لكن ده بقى موجود عندنا، خد بالك مصر في الشرق الاوسط وفي العالم ليها رانك محترم في الطب. حلو. ولا احنا لما كنا في دبي كتفي يا جماعه، انت جبت ست الكتاف وجعني والله العظيم. بس فاكر لما كنا في دبي وكنا عملنا ستام سيلز كانوا قاعدين بيقولوا ان هي لسه مش موجوده في مصر. ما كانش الستام سيلز، كانت الاكزوزومز. ايوه صح، موجوده يا بيه، اللي هتحتاس فيه قول لي. موجوده طيب من خلاص. وكاله. ابروفد. اه